قبيلة سيطرت على العالم وقدروا يأسسوا إمبراطورية من قلب النار. مغول وسلاجقة وبيزنطيين وإمارات تركمانية. قصة بدأت بحلم في خيمة وانتهت بإمبراطورية حكمت 3 قارات لأكتر من 600 سنة. إمبراطورية خلت القياصرة يوطوا راسهم وخلت اسم آل عثمان هو الكلمة العليا في جبال الأناضول لحد قلب أوروبا. قصة جواها أسئلة كتير، إزاي شوية خيم اتحولوا لقصور، وإزاي قبيلة كانت هربانة من الموت اتحولت لأنها اللي بتوزع الموت والحياة على الخريطة بالكامل. احنا النهاردة هنتكلم عن قيام الدولة العثمانية اللي أرعبت العالم على مدار 600 سنة. ولكن قبل ما نبدأ بفكرك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لو عاوز يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. هنرجع بالزمن للقرن ال11 الميلادي. في الوقت ده الإمبراطورية البيزنطية كانت هي القوة الكبرى في الشرق الأوسط، وبتعتبر الأناضول واحدة من أهم القواعد الاقتصادية والعسكرية ليها. ولكن في المقابل بنشوف قوة جديدة صاعدة بقيادة قلب أرسلان وهي السلاجقة. السلاجقة كانوا مستمرين في تنفيذ غارات على شرق الأناضول بشكل متواصل، وفي الوقت اللي كان فيه انقسامات داخل بيزنطة بالكامل، لحد ما في 26 أغسطس سنة 1071 ميلادية بتحصل معركة مالازكرد في شرق الأناضول، وبيشارك فيها الجيش البيزنطي الضخم ضد الجيش السلجوقي الأقل عددا. وفي النهاية بينتصر الجيش السلجوقي بسبب تنظيم الصفوف وإصرارهم الشديد على الصمود لحد النهاية، وبيبدأ الاستيطان التركي الجديد للأناضول، ودي كانت البداية بالظبط. تعالى تاني نطلع بالزمن لقدام ونوصل لحد القرن ال13، أخطر القرون في تاريخ الأناضول. الزمن ده بينقلنا في عالم سياسي واجتماعي مستقر إلى حد ما لعالم مليان مشاكل وبيعيد تشكيل المنطقة بالكامل. الأناضول في الوقت ده ما كانتش مجرد أرض، دي كانت صراع القوى العظمى. وتعالى عد معايا. أول حاجة عندنا سلاجقة الروم، الدولة اللي قدرت في النص الأول من القرن ده تحقق ازدهار اقتصادي بفضل دمج الأناضول مع التجارة في أوروبا. وكمان عندنا القوة الإغريقية اللي بعد سقوط القسطنطينية في إيد الصليبيين سنة 1204 الإمبراطورية البيزنطية تقدر تقول إنها سقطت مؤقتا، وحصل قيام لكيانين في اليونان على أطراف الأناضول، وهما إمبراطورية نيقية في الغرب وإمبراطورية طرابزون على الساحل الشرقي للبحر الأسود. وكمان عندنا القوة الإقليمية وهم المماليك، القبيلة الذهبية. وأخيرا عندنا البعبع اللي كان ليه نصيب كبير في تشكيل المنطقة، وهم المغول وتحديدا الإلخانيين. بفضل توسعات جنكيز خان قرروا يطالبوا السلاجقة بالاعتراف بالسيادة المغولية ودفع الجزية، ولكن السلطان السلجوقي رفض الخضوع، وحصلت معركة اسمها كوسه داغ عند جبل كوسه سنة 1243. وفي النهاية كانت الهزيمة الساحقة للسلاجقة ودخول قوة استعمارية جديدة للأناضول، قوة مرعبة مفيش حد قادر يقف قصادها بالكامل. بس خلينا أقول لك إن الإلخانيين كانوا عاملين حالة من الرعب لكل القبائل اللي كانت عايشة في آسيا الوسطى، لدرجة إن معظمهم قرروا يهربوا من هناك وراحوا على الأناضول. ومن القبائل اللي هربت كانت قبيلة قاي، واللي هيخرج منها أبطال حلقتنا النهاردة. قاي هي واحدة من أعظم القبائل ال24 اللي بتنتمي لشعوب الأجوز التركية، جت على الأناضول بسبب اللي كانوا بيتعرضوا ليه من المغول، والهجرات زادت بشكل كبير ومرعب بعد سيطرة الدولة الإلخانية وخضوع السلاجقة وتحولهم لدولة تابعة ليهم. وبعد الخضوع ده طبعا انتوا عارفين الباقي، المغول فرضوا ضرائب قاسية جدا على القبائل، والسلطة المركزية والسلاجقة انهارت تماما. وده كان سبب مباشر لهجرة كم كبير من القبائل اللي أساسا أصلها من آسيا الوسطى وهاجرت للأناضول بسبب المغول، زي قبيلة قاي اللي بنتكلم عنها. يعني بعد ما سابوا لهم آسيا الوسطى لقوهم موجودين في الأناضول مرة تانية، فسابوا لهم الأرض وراحوا عاشوا ناحية الغرب، وسكنوا في المناطق الجبلية وغرب الأناضول، بالأخص على الحدود ما بين الأراضي السلجوقية والبيزنطية. ولكن في الزحمة بتاعة الأحداث لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هل فعلا السلاجقة كانوا بيتساهلوا وكانوا بيسمحوا ببساطة إن الناس تهاجر من مكان لمكان ويعملوا النزوح ده؟ الإجابة على السؤال ده إنه طالما في منفعة فليه لا؟ أشهر مثال على كده هي قبيلة قاي، القبيلة اللي دخلت في خدمة سلاجقة الروم عسكريا، لدرجة إن أرطغرل القائد القبيلة قدر يكسب ثقة الأمير علاء الدين ققباد الأول سلطان سلاجقة الروم وقتها، بعد ما شاف قوته وشجاعته في الحروب. أرطغرل كان شخص ذكي جدا، فضل حليف السلاجقة أطول فترة ممكنة، وأظهر هو وعشيرته شجاعة نادرة في المعارك، وكمان أظهر كفاءة قتالية عالية جدا، وده لفت نظر السلطان ليه، فحب يستغل موهبتهم العسكرية عشان يحرس الحدود مع البيزنطيين، وعشان كده اداهم أراضي كتير تحت سيطرتهم، وحصل أرطغرل على لقب أوجبكي، والكلمة دي معناها محافظ الحدود. اللي ميز أرطغرل وعشيرته مش بس ثقة السلطان فيهم، كمان الإمارة بتاعتهم كانت بعيدة تماما عن منطقة الغزو المغولي، زي ما قلنا إنهم هربوا منهم ووصلوا لحد الحدود. ده غير كمان إن الإمارة دي كانت قريبة من الطريق التجاري اللي ما بين المناطق البيزنطية في الغرب والمناطق اللي بيسيطر عليها المغول في الشرق، ممر تجاري مهم جدا، حاجة كده زي قناة السويس حاليا. وفي
سبب كمان مش كله بيتكلم عنه ورغم ان هو مهم جدا، وهو الموقع الجغرافي بتاعهم كان مناسب لاي حد حب يطمع ان هو يفتح الاراضي البيزنطيه. موقعهم جذب كل الغزاة والدراويش والمزارعين الهربانين من المغول، وده كان سبب في زياده عدد افراد العشيره وتعمير الاراضي وتحويلها لارض خصبه مناسبه للزراعه. واما بالنسبه لاهم ميزه فظهرت تحديدا سنه 1288، ودي السنه اللي بيموت فيها ارطغرل، لاننا بنشوف الامير علاء الدين ققباد بيعين ابنه عثمان مكان والده، وده بيعمل نوع من انواع الاستقرار والحفاظ على وحده العشيره بالكامل. وده على فكره بعكس بعض لحظات التفكك اللي كانت بتحصل كتير جدا في امارات حواليهم بعد موت القائد مباشره. عثمان كان مختلف تماما عن والده، شخص بيطمح بدوله مستقله بذاتها، دوله غير تابعه لاي دوله غيرها، وعشان كده في بدايه عهده كان بيستعمل السياسه دايما في علاقته مع جيرانه. شعاره الاول كان هو الجهاد، ومع ذلك قدر يعمل تحالفات كتيره جدا مع جيرانه البيزنطيين من قاده المدن وكمان قاده القرى، بالاضافه كمان الى انه عمل بعض التحالفات مع بعض القبائل التركمانيه اللي جت على الاناضول زيهم بالظبط، واللي كانوا بيعتبروا هم المسيطرين على كل الحدود اللي هناك بالكامل. عثمان بسبب ذكائه قدر ان هو يغري عدد كبير جدا من التركمان انهم ينضموا للقوات بتاعته. الفكره هنا ان الجهاد عند العثمانيين ما كانش هدفه تدمير الناس ولا مسح معالم الكفر على الخريطه ولا حتى حرق البلاد اللي اسمها دار حرب. الموضوع كان ابسط من كده بكتير، كان الهدف ان العالم ده يخضع للحكم مش انه يفنى بشكل كامل. وعشان كده الدوله العثمانيه وهي بتتكون ما جاتش تبني نفسها على الاناضول بس، لا دي ضافت معاها البلقان المسيحي تحت حكمها، وبقت امبراطوريه واحده فيها المسلم والمسيحي متعايشين مع بعض وتحت نفس الرايه. وفي كتابه تاريخ الدوله العثمانيه من النشوء الى الانحدار بيقول المؤرخ التركي خليل إنالجيك ان الامبراطوريه اللي كانت الجهاد مبدا اساسي عندها كانت في نفس الوقت بتحمي الكنائس الارثوذكسيه وبتحمي ملايين المسيحيين، وكانوا عايشين كلهم مسلمين ومسيحيين تحت رايه واحده بس. الاسلام في الدوله العثمانيه كان بيضمن للمسيحي واليهودي حياته وممتلكاته في نفس الوقت بشرط واحد بس، والشرط ده ان هو يخضع للنظام ويدفع الضرائب زيه زي اي مواطن موجود في الدوله. غير كده كان مسموح ليهم كل حاجه هم عاوزين يعملوها، يمارسوا عبادتهم ويعيشوا على حسب شريعتهم بدون اي تدخل ليهم. وبما ان المجتمع العثماني في بدايته كان مجتمع حدودي عباره عن مسلمين ومسيحيين مختلطين ببعض بشكل طبيعي، فالتطبيق ده كان بيحصل بتسامح كبير ومرونه واضحه جدا. وعشان كده في السنوات الاولى للدوله وبعد ما الدوله اصبحت مستقره اكتر بدا عثمان يواجه بعض الصعوبات والمخاطر اللي بدأت ليه من على أكتر من جبهة. الجبهة الأولى كانت الجبهة البيزنطية، واللي مهما عمل تحالفات معاهم فمستحيل يسلم من مكرهم. وأما بالنسبة للجبهة الثانية فكانت بعض الإمارات التركمانية. عثمان في الأصل كان حاطط عينه على توسيع الأراضي بتاعته على حساب البيزنطيين أولا. وأما بالنسبة لسياسة الفتح بتاعته فكان مفهومها ببساطة الغزو ضد دار الكفر، يعني أراضي غير المسلمين، ومفيش أقرب من البيزنطيين جيرانه اللي ينطبق عليهم الشرط ده. بس في الأول كان لازم إن هو يكون جيش قوي جدا يخرج معاه في كل الفتوحات اللي هو عاوز يعملها. ومن هنا عثمان كان بيلجأ لنظام قديم شويه، وهو انه يروح يأجر جيش. يعني الاماره بتاعته ما كانش عندها جيش نظامي بيساعده في كل حروبه، فكان قبل كل حرب بيبعت المنادي يلف في كل الشوارع والاسواق ويعرض على المقاتلين انهم يحاربوا في صفوفه مقابل الفلوس او الارض. وبعد ما بتنتهي الحرب بتتفرق الجيوش من تاني وكل واحد بيرجع لعمله الاصلي اللي كان فيه قبل الحرب. بالطريقه دي عثمان كان بيشتري الفرسان وفي نفس الوقت كان بيضمن ولائهم، ولكن طبعا ده ما كانش صح. فكره ان يكون عندك دوله بدون ما يكون عندك جيش نظامي قوي يقدر يدافع عنك ويحميك يعتبر مشكله كبيره جدا، وعوامله السلبيه اكتر من الايجابيه بكتير. بس مع العلم الموضوع ده ما استمرش فتره طويله، واللي قضى على الفكره دي تماما هو ابن أورخان بن عثمان. وتقدر تشوف الكلام ده بالتفصيل في حلقه الانكشاريه اللي عملناها قبل كده، وازاي تم تاسيس جيش الانكشاريه وازاي نفس الجيش ده اصبح عدو للدوله لاحقا. المهم عثمان بالطريقه دي قدر ان هو يفتح قلعه جنوب سكود اسمها قراجة حصار في سنه 1291 وحولها لقاعده اساسيه ليه، ومن هناك بدا يقود عشيرته ناحيه بحر مرمرة والبحر الاسود عشان يكمل باقي الفتوحات اللي هو بيفكر فيها. بعدها عثمان بيبدا يستغل ان الدوله البيزنطيه مشغوله بسبب مشاكلها الداخليه وبيتحرك ناحيه الغرب، وبعدين بيروح لجبال أولداغ في الشمال وبيوصل لحد جيرانه المسلمين في الجنوب. وكل اللي فات ده من غير اي مقاومه فعاله من البيزنطيين لحد ما بتجيله الفرصه على طبق من ذهب. في الوقت ده تقريبا الدوله السلجوقيه كانت بتتفكك بسبب حاجات كتير جدا، منها ضعف نفوذها على الامارات التركمانيه واللي منها جيران عثمان، ومنها الامارات اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه وقلنا انهم كانوا بعيد جدا عن عيون المغول. وضيف على كل اللي فات ده ان الدوله كانت بتعاني من كم كبير من الازمات والمشاكل الداخليه والصراع اللي مش بينتهي ضد المغول، لحد ما بيستغل عثمان الفرصه وقرر انه يستقل تماما بعيد عن الدوله السلجوقيه واعلن استقلاله سنه 1299. ونقدر نقول تاريخيا ان دي اللحظه اللي كانت ميلاد
الدولة العثمانية كدولة شبه مستقلة رسميا. والموضوع ما انتهاش لحد هنا، كمان بعد انهيار السلطة السلجوقية انضم عدد كبير جدا من العساكر لعثمان عشان يكونوا تحت إدارته، والتدرج المرعب ده في قوة عثمان ودولته خلاه يكمل في طريق الفتوحات اللي بدأوا، لدرجة انه راح هدد أمراء الروم في آسيا الصغرى وخيرهم ما بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، وبعضهم أسلم خوفا منه، وده هيوريك القوة الكبيرة اللي كان قادر يوصل لها. وعشان كده في سنة 1301 حصل تحالف بيزنطي عشان يواجهوا عثمان، وفي السنة اللي بعدها اتحرك الإمبراطور ميخائيل التاسع بجيش كبير جدا، ولكنه قبل ما يبدأ يحارب عثمان جيشه اتفكك وانسحب بدون أي قتال. كل الأحداث اللي فاتت دي كانت بتزود من نفوذ عثمان أكتر وأكتر، وبيخلي القبائل اللي حواليه بالكامل تبدأ تنضم ليه بالتدريج. وبعدها بيقرر الإمبراطور أندرونيكوس الثاني إنه يبعت جيشه عشان يحط حد لكل الأحداث اللي فاتت دي، ويواجه عثمان في معركة بافيوس في 27 يوليو سنة 1302. وانتهت المعركة بانتصار ساحق لجيش عثمان، والنصر ده بيعتبره عدد كبير جدا من المؤرخين إن هو الميلاد الفعلي للدولة العثمانية، لأنها أول معركة بينتصروا فيها على الجيش البيزنطي، ونتائجها كانت نفسية أكتر ما هي مادية أو معنوية. يكفينا بس إن احنا نقول إن عثمان أثبت قدرته العسكرية كقوة مستقلة قدام العالم بالكامل. عثمان أخيرا قدر يأمن حدوده الشمالية ويضعف القدرة البيزنطية، وكان فاضل بس الحدود الجنوبية، فبدأ يهاجم الحصون المحيطة بمدينة ياني شهر لحد ما قدر يعمل حصار كامل ومحكم على المدينة، لحد ما في النهاية فتحها وحولها لعاصمة مؤقتة للدولة بتاعته. بعدها بفترة بيقرر عثمان ولأول مرة إن هو يغير استراتيجيته في الفتوحات، وبدل ما كان مركز على القلاع والمدن الصغيرة قرر إن هو ياخد نصيب الأسد ويحط عينه على مدينة كبيرة جدا وهي مدينة بورصة. فأخد الجيش بتاعه واتحرك على هناك، وكان مجهز نفسه كويس جدا، يعني مثلا قدر إن هو يقطع كل طرق الإمداد والمواصلات ما بين بورصة وما بين القسطنطينية عشان يمنع التواصل ما بينها وما بين أي مكان تاني في العالم. بالإضافة كمان إلى إنه بنى أكتر من قلعة وجهزهم بكل المؤن الممكنة عشان يستقر فيها هو والجيش بتاعه بالكامل، لأنه كان عارف إن الموضوع ده هياخد وقت طويل. والسبب في ده إن المدينة أسوارها كانت عالية جدا وطولها حوالي 3400 متر، وبتحتوي على 14 برج مراقبة وكمان 6 أبواب ضخمة. عثمان كان مدرك جدا إنه مستحيل يخترقها بالقوة، ولأنه ما كانش عنده المعدات الكافية ولا كان عنده الجيش الكافي اللي يقدر يعمل كده، فالحل الوحيد هنا إنه يحاصرها ويقطع عنها كل الإمدادات لحد ما هم يستسلموا بالتدريج. وفعلا استمر الحصار على مدينة بورصة حوالي 11 سنة. 11 سنة كاملين وهو بيعد الأيام ومستني اللحظة اللي هينهاروا فيها ويسلموا المدينة ويستسلموا. وبالمناسبة لو أنت حابب تعرف تفاصيل أكتر عن فتح مدينة بورصة تقدر تشوف الحلقة دي. المهم دلوقتي نقدر نقول إن دوام الحال من المحال، وفي أواخر فترة الحصار بدأ عثمان يحس بالتعب، وعشان كده أوكل المهمة دي لابنه أورخان وراح استقر في سكوت. أورخان كمل اللي بدأه والده وشد الحصار عليهم أكتر وأكتر، ومع الوقت بدأت المدينة تقع شوية بشوية، والبداية كانت إن قادة بعض الحصون نفسهم بدأوا يستسلموا بالتدريج، ومنهم اللي تحول لخدمة عثمان ودخل في الإسلام، لحد ما في النهاية استسلمت المدينة بالكامل تحت يد أورخان في 6 إبريل سنة 1326. وبيدخلها أورخان بجيش من غير نقطة دم واحدة، ومن غير ما يتعرض لأي حد من أهلها بسوء، وكمان يعترفوا بالسيادة العثمانية، وكمان بيقرروا يدفعوا الجزية. ويقال كمان في بعض المصادر إن حاكم المدينة اللي كان اسمه أفرينوس بمجرد دخول أورخان للمدينة أعلن إسلامه، ووعده كمان إنه هيكون تابع ليه ومخلص بشكل كامل للدولة العثمانية. وكمان تقديرا للي عمله قرر أورخان إن هو يمنحه لقب بك، مش بس عشان استسلم لكن عشان صمد لسنين طويلة في الحصار. وبعدها بيقرر أورخان إن هو يرجع لوالده عشان يبشره بالخبر السعيد ويقول له إن المدينة خلاص استسلمت وبقت تحت إيديهم، ولكن المرض في المرحلة دي كان سيطر عليه والحالة بقت صعبة جدا، وعثمان كان بيعاني في الفترة دي من داء النقرس، ويقال إنه في سنواته الأخيرة اتصاب بالصرع. وبعدها بيموت عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية. بس لو انت فاكر ان كده الدولة العثمانية انتهت وان عثمان هو الوحيد اللي كان مؤسس ليها، فنقدر نقول ببساطة ان عثمان هو بس اللي حط حجر الاساس، وبعد كده كمل ابنه أورخان وكمل كم كبير من الامراء لحد ما كملت الامبراطورية لمدة 600 سنة. بعد وفاة سليمان بن أورخان بيتولى مراد اخوه قيادة الوحدات العسكرية بداله عشان يقدر يكمل الفتوحات في الساحة الأوروبية. مراد الأول اتولد سنة 1326 وكان معروف بالشجاعة والصلابة في الحكم، كان بيحب الانضباط والنظام وعنده رؤية لتقوية الدولة العثمانية من خلال التوسع العسكري وتنظيم الجيش والإدارة كمان. مراد الأول كان مهتم بالعدل ما بين الناس وبيحاول يحافظ على وحدة الدولة وسط الصراعات الكتيرة اللي موجودة حواليه. مراد كان واخد دعم قوي جدا من المقاتلين اللي على حدود الدولة بتاعته، وعشان كده لما أورخان اتوفى بيقرر أعيان مدينة بورصة وقادة كل المناطق الحدودية وكمان العلماء إنهم يبايعوه على الحكم، وبكده بيكون الحاكم الشرعي للدولة العثمانية وكمان الخليفة لوالده.
وزي ما اتعودنا من الحلقات اللي فاتت لما بنتكلم عن الدولة العثمانية بنلاحظ ان اول يوم في الحكم بيبدأ بيه المشاكل اكتر واكتر، وفي السيناريو بتاعنا دلوقتي بنلاقي ان مراد بيواجه مشاكل من اكتر من ناحية. الناحية الاولى والثابتة معانا هي الاناضول، واما الناحية التانية فبتكون من اوروبا. ولان مراد كان عارف كويس انه يستحيل يقدر يوسع اللي بدأوا ابوه في اوروبا في يوم وليلة، فعشان كده كان لازم يسيطر على الاوضاع اللي في الاناضول كلها الاول. ولو جينا نبص هنلاقي ان معظم الامارات التركمانية في الوقت ده كانت بتمر بحالة ضعف وانقسام كبيرة جدا، خصوصا بعد ما الدولة العثمانية قدرت تجذب المقاتلين ينضموا ليهم من كل اتجاه. الكل بدأ يدور على الورقة الكسبانة، ومفيش ورقة أقوى من الدولة العثمانية للمنطقة كلها في الوقت ده. بس كان في إمارة حست بالخطر الحقيقي وإن مراد مش هيسيبهم في حالهم، وهي إمارة قرمان. أميرها علاء الدين حاول يستغل الفترة الانتقالية للحكم بتاعة مراد الأول، وكان فاكر إن الدولة العثمانية هشة وهتتأثر بوفاة أورخان، فعمل تحالف مع بعض الإمارات التركمانية ضد الدولة العثمانية. ولكن طبعا المحاولة دي فشلت، لأن علاء في الأساس كان بيتوسع على حساب الإمارات دي، فلما راح يطلب منهم المساعدة رفضوا بحجة إن في الأصل هو عدو ليهم، وبدل ما يتحالفوا معاه راحوا طلبوا المساعدة من مراد الأول. مراد الأول أول ما وصل ليه الخبر ده خرج مباشرة عشان يحارب علاء الدين، والنتيجة كانت ساحقة للدولة العثمانية. مراد مش بس وقف علاء عند حده، ده كمان سيطر على أنقرة عاصمة القرمانيين. على الجانب الآخر علاء عشان يقدر يحافظ على اللي باقي من الإمارة بتاعته قرر إن هو يستخدم السياسة وجوزه بنته عشان يكون في ما بينهم وبين بعض رابط قوي يمنع انهم يقفوا قصاد بعض لاحقا في ساحه المعركه من تاني. بس مش دايما الطريقه دي كانت بتنفع، وعشان كده احيانا كان بيضطر مراد ان هو ينزل لساحه المعركه وهاجم اماره تكه وضم جزء كبير من اراضيها، وكمان سيطر على مناطق كتير في بيسيديا، وبكده يكون قدر يضم مساحات واسعه من الاراضي التركمانيه تحت حكم الدوله العثمانيه، وقدر ياكد قصاد الكل ان نفوذ العثمانيين في الاناضول مكمل، بل وبيزيد يوم عن التاني. بعدها بيبدا مراد مرحله جديده، وهو يكمل الفتوحات اللي كان بدأها في أوروبا. بس قبل ما نعرف هو عمل إيه بالظبط محتاجين نعرف الأوضاع في أوروبا وتحديدا في البلقان كانت عاملة إزاي. منطقة البلقان في الأصل كانت بتعيش حالة من عدم الاستقرار من القرن ال11 الميلادي، ولو بصينا على المنطقة من فوق هنلاقي إن البلجار قدروا يستعيدوا استقلالهم من الإمبراطورية البيزنطية، والصرب استغلوا هم كمان حالة الضعف دي وقدروا إنهم يوسعوا أراضيهم من نهر الدانوب في الشمال لحد سواحل البحر الأدرياتيكي في الجنوب، وبكده يكونوا قدروا يحققوا استقلال سياسي بعيد تماما عن الدولة البيزنطية. بس بعدها بتبدأ الدولة البيزنطية تفوق من الحالة اللي كانت فيها، ورجعت تبص تاني على البلجار اللي كانوا بيعانوا من أزمات سياسية وعسكرية. وأما على الجانب الآخر الصرب فدول تقريبا كانوا عايشين أفضل فترات حياتهم. أي نعم كان التقدم اللي فيهم كان أبطأ شوية، ولكنه كان منظم، بالأخص في نص القرن ال14 الميلادي في عهد الملك اسطفان دوشان. بس ده ما يمنعش في نفس الوقت إن الدولة البلجارية والصربية كانوا بيعانوا من هشاشة اقتصادية بسبب الطابع الإقطاعي بتاعهم، وده أثر على الحكم بشكل كبير، بدليل إن الدولتين تفككوا فيما بعد وفاة القادة بتاعتهم. وأول ما تلاقينا بنتكلم عن الضعف وعن التفكك في أوروبا اعرف على طول إن السلطان العثماني أيا كان اسمه مستعد ومحضر جيشه كويس جدا عشان يستغل الفرصة دي أحسن استغلال. وفعلا مراد كان مذاكر وكان مجهز نفسه كويس جدا، وعشان كده بدأ يتحرك هو والجيش بتاعه. الإمبراطور البيزنطي كان عارف كل اللي بيحصل، ولكنه ما كانش قادر يعمل أي حاجة بسبب النزاعات اللي كانت موجودة في الدولة. والبنادقة هم كمان حاولوا يجربوا حظهم ويوقفوا التمدد العثماني في البلقان، وبعتوا حوالي 20,000 جندي في الرملي، ونتيجة المعركة كانت هزيمة ساحقة على إيد العثمانيين، ومحدش كان قادر يوقف التوسع العثماني. وأما بقى بالنسبة لصربيا فما قدروش يقاوموا، بس اسكندر أمير البلجار كان فاهم اللعبة صح، وعارف إن مفيش قوة هتقدر تقف قصاد العثمانيين، وعشان كده حاول يكسب ودهم أكتر من مرة وكمان يتقي شرهم. وده على الرغم من إن الإمبراطور يوحنا الخامس حذره من ده، بس تحذيره ما كانش مهم، لأن يوحنا بنفسه اتأكد إن أراضي البلقان بالكامل مش هتقدر تقف قدام مراد، وعشان كده فكر إن هو يطلب المساعدة من الغرب الأوروبي، ووعد البابا إن هو هيدخل في طاعة الكنيسة اللاتينية مقابل دعم عسكري. بس مفيش أي حاجة من كل ده حصلت. مراد على الناحية التانية كان مكمل زي ما هو من غير ما حد يقدر يوقفه، ولكن بعد ما الظروف اتهيأت ليه صح فعلا بدأ يوسع وضم مدينة أدرنا سنة 1361، مع العلم إن العثمانيين كانوا محاصرين المدينة دي في أواخر أيام أورخان، ولكن بعد وفاته الموضوع اتعطل شوية، فمراد كمل الحصار لحد ما سقطت المدينة على إيده. ورغم إن الدولة البيزنطية قدرت ترجع المدينة مرة تانية لاحقا، وكمان حاولوا يعملوا بعض التحالفات مع الصرب عشان يضربوا العثمانيين في مقتل، ولكن مراد مع إصراره قدر يرجع المدينة من تاني سنة 1363. ومش بس رجعها، ده كمان حولها عاصمة لدولته، خصوصا إن مدينة بورصة ما بقتش مناسبة تكون عاصمة ليه بعد الفتوحات اللي بدأها في أوروبا. وبسبب القرار ده مراد قدر إن هو يأمن محطة قوية جدا لجيشه عشان يكمل التوسعات والفتوحات العثمانية اللي بدأها في أوروبا. القوى الأوروبية لما شافت مراد واللي بيحاول يعمله، ولما شافت القوة اللي وصل ليها، بدأوا يحسوا
يحسوا بالخطر، وكل واحد فيهم طبعا كان بيدور على مصلحته بس، وشافوا ان الحل الوحيد لهم انهم يتقوا شر الدولة العثمانية ويعملوا حاجة واحدة بس، وهو التقارب معاها. وده اللي عملته جمهورية راجوزا، وراحوا عرضوا على مراد انهم يعملوا معاهدة تجارية مقابل دفع جزية سنوية حوالي 500 دوكا ذهب. مع العلم تاريخيا نقدر نسمي دي اول معاهدة تعملها الدولة العثمانية مع دولة نصرانية. وفي نفس الوقت كمل العثمانيين فتوحاتهم وقدروا انهم يفتحوا مدينة فيلوبوليس عاصمة الرمل الشرقية، وكمان شوية مدن تانية جنب منها. ومن خلال شوية المدن دول وشوية الفتوحات اللي عملها مراد قدر انهم يسيطروا على المكان اللي بيغذي الدولة البيزنطية بالحبوب والرز. بس طبعا مش معنى كده ان الكل استسلم، لان كان في بعض الدول في اوروبا اللي كانوا بيعانوا من الغرور ورفضوا الخضوع للدولة العثمانية. وكمان بدأ ينتشر دعوة لحملة صليبية جديدة بزعامة البابا أوربان الخامس بنهاية سنة 1362، وبعت رسائل لكل ملوك أوروبا يطلب منهم انهم يجهزوا حملة ضد المسلمين. ولكن الحقيقة ان البابوية كانت شايفة ان الفتوح ضد البيزنطيين شيء عادي جدا، بس لما الفتوحات دي بدأت تهدد الدول الكاثوليكية اللي تحت سيطرة البابا ساعتها بدأوا يحسوا بالخطر. وعشان كده بيتم إعداد الحملة تحت قيادة أماديوس السادس اللي هيكون على رأس أسطول بحري بيتحرك سنة 1366. وقدر الأسطول ده ان هو يرجع مدينة جاليبولي اللي كانت تحت سيطرة العثمانيين، وحرق أسطولهم في بحر مرمرة، وكمان رجعوا بعض القلاع اللي كانت على الساحل الأوروبي. ولكن الحملة دي ما كانتش مرضية بالشكل الكافي ومحققتش الطموح البيزنطي، لأن الخطر العثماني كان لسه موجود حوالين القسطنطينية من كل حتة. يوحنا الخامس كان عنده استعداد انه يعمل أي حاجة مقابل ان هو يوقف التمدد العثماني، لدرجة انه لما سمع ان البنادقة في إيطاليا هيعملوا معاهدة صلح مع مراد سافر لحد هناك وأعلن ولاءه للبابا، وكمان تخلى عن مذهبه الأرثوذكسي واعتنق الكاثوليكية، واتفق مع البنادقة انهم ما يعملوش تحالف مع مراد مقابل انه يتنازل ليهم عن جزيرة تينيدوس. بس التحول الديني اللي عمله ده زود الغضب داخل بيزنطة اكتر واكتر، بدليل ان اوروك الخامس حاكم صربيا عمل تحالف مع امراء البوسنة والافلاق وفرسان المجر، وجمع حوالي 70,000 جندي عشان الحرب. وكمان استغل انشغال السلطان بحصار مدينة بيجا في اسيا الصغرى واتحرك ناحية ادرنا اللي هي عاصمة العثمانيين في محاولة منهم انهم يرجعوها من تاني. ولكن طبعا العثمانيين كانوا اكتر قوة منهم ووقفوهم عند حدهم وهزموهم هزيمة ساحقة سنة 1371 في معركة عرفت باسم صرب صنديقي أو الطريق إلى صرب. وبعد الانتصار في المعركة دي قدر العثمانيين إنهم يسيطروا على مدن استراتيجية مهمة جدا في مقدونيا زي سيروز وقولة ودراما. واعترف يوحنا الخامس بمراد الأول ودفع عليه الجزية كمان. ومش بس كده، دول لأول مرة بدأوا يتعاونوا سوا، وللأسف التعاون هنا كان ضد أولادهم في عز ما كان السلطان مراد مشغول بالفتوحات في أوروبا، لأن مراد في الفترة دي بيتفاجئ بطعنة من أقرب الناس ليه وهو ابنه ساوجي بك. ساوجي كان شاب عنده 14 سنة، وفي يوم وليلة استغل غياب والده عن مدينة الرمل فجأة وعين نفسه حاكم وأمر إن الخطبة تتعمل باسمه وكأنه هو السلطان الفعلي مكان أبوه. وفي نفس الوقت أندرونيكوس ابن الإمبراطور يوحنا الخامس هو كمان بيستغل غياب والده وبيعلن نفسه إمبراطور وكمان بيتحالف مع ساوجي. يعني والد كل حاكم فيهم عمال يحارب في التاني بقاله سنين، والاتنين بمنتهى البساطة رايحين يعملوا تحالف مع بعض ضد أهاليهم. مراد أول ما وصلوا الخبر ساب كل اللي في ايده واتحرك فورا ناحيه الرملي، وحصلت ما بين قواته وما بين قوات ابنه واندرونيكوس مواجهه عسكريه قرب القسطنطينيه، وانتهت المعركه دي بان السلطان مراد هو اللي انتصر واتقبض على ابنه ساوجي اللي حاول يهرب لديموطيقيه لاحقا. وبعد ما اتقبض عليه اعدمه خنقا في بورصه، ويقال ان قبل ما ينفذ فيه حكم الاعدام قرر ان هو يحرمه من بصره. وبعض الروايات التانيه بتقول انه اكتفى بوضع خل حرف عينه وخلاه شبه اعمى، ولكن الاكيد انه عامله معامله الناس الخاينه، وفي القانون عند مراد الأول الخاين ملوش وجود حتى لو كان ابنه. وأما أندرونيكوس فيقال إن هو كمان اتحرم من بصره واتسجن. استمر مراد في فتوحاته 10 مرات يكسب ومرة يخسر، واستمر على الموضوع ده لسنين طويلة جدا وهو بيزود في الفتوحات لحد ما الدولة بدأت تكبر أكتر وأكتر. مرة يتحد ضده قيصر الصرب وقيصر بلغاريا في سنة 1381 ويهزمهم، ومش بس يهزمهم ده كمان بيخليهم يقبلوا الصلح ويدفعوا الجزية السنوية، ويتجوز أخت القيصر البلغاري، وكمان يضم صوفيا وأجزاء واسعة جدا من بلغاريا للدولة العثمانية. ومرة تانية ينهزم على ايد عدد من امراء الصرب اللي كانوا في الاصل تابعين ليه، ولكنهم اعلنوا بمرور الوقت حالة من العصيان بعد ما وصل ليهم خبر انه مراد اعدم بعضهم لانهم اعتدوا على المدنيين. والمعركة دي اتسمت تاريخيا باسم معركة بلوشنيك اللي حصلت سنة 1386، والنتيجة ما كانتش بس هزيمة للعثمانيين، دول كمان فقدوا حوالي 60% من قوتهم. ومش دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها العثمانيين، لانهم كمان اتهزموا في معركة تانية اسمها بليكا بعدها بسنة
سنتين مباشرة على ايد ملك البوشناق. الشاهد هنا ان مراد لما كان بيخسر معركة فهو في الاصل كان بيكون كسبان 10، ولما بيخسر شبر من الارض فهو في الاصل كان بيكون كسبان عشرات الكيلومترات في معارك اخرى. الشيء السلبي بقى ان المعارك البسيطة اللي انتصروا فيها اديتهم دفعة قوية جدا وتشكل تحالف صليبي ضخم ضد الصرب والالبان والمجر، وبالاضافة كمان للبوشناق والبلجار بقيادة القيصر الصربي لازار، وكان عندهم هدف واحد بس لازم يحققوه وهو طرد المسلمين من اوروبا بالكامل. وفي المقابل اتحرك مراد الاول بجيش قدره حوالي 40,000 جندي، وقبل المعركة بليلة واحدة قضى اليوم كله في الصلاة والدعاء. وفي اليوم الثاني بدأت المعركة اللي اتعرفت باسم قوسو، ونتيجة المعركة كانت هزيمة ساحقة للأوروبيين، ولكن للأسف النهاية ما كانتش سعيدة. بعد النصر مراد الأول كان بيمشي في ساحة المعركة عشان يشوف القتلى والمصابين، وللأسف ده اللي خلص عليه. إحدى الروايات بتقول إنه وهو ماشي كان في جندي صربي اسمه ميلوش قام من بين كل الجثث وقرب من السلطان وقال له إن هو عاوز يقول له معلومات مهمة جدا، وساعتها قتله بخنجر مسموم. وبعض الروايات التانية بتقول إن ميلوش قرب من السلطان وقال له إن هو عاوز يعلن إسلامه وكمان ينضم لجنوده، ولما السلطان اداله الأمان قتله. وفي روايات تانية كتير جدا منها بعض الروايات الغربية اللي بتقول إن السلطان مات في المعركة. الشاهد اللي لا يختلف عليه أحد إن دي كانت آخر معركة يحضرها مراد، وكان موصي كمان إن ابنه بايزيد يتولى الحكم من بعده. وبعدها بايزيد بيقرر إن هو يعفو عن جميع الأسرى اللي أخدوهم من الحرب باستثناء القيصر لازار وكل أتباعه اللي بالمناسبة تم إعدامهم كلهم. وبعد موت مراد كانوا المفروض إنهم يبعتوا الجثة بتاعته تدفن في بورصة عشان يدفن جنب أبوه وجده، بس طبعا الطريق كان طويل جدا وكانت ممكن الجثة تتعفن، وعشان كده طلعوا أحشائه ودفنوها في قوسوه عشان يحافظوا على جسمه أثناء الرحلة. التاريخ بيقول إن مراد الأول ورث عن أبوه إمارة كانت مساحتها حوالي 95,000 كيلومتر مربع، ولكنه لما مات وسلم الحكم لابنه بايزيد وصلت مساحة الإمارة العثمانية حوالي 500,000 كيلومتر مربع، يعني في حوالي 29 سنة الدولة كبرت حوالي 5 أضعاف المساحة اللي كان سايبها ليها أبوه أورخان. مراد كان إنسان اجتمع على شجاعته وقوة شخصيته أعدائه قبل حلفائه. بيقول عنه المؤرخ البيزنطي هالكونيديلاس إنه دخل حوالي 37 معركة سواء في الأناضول أو البلقان، وطلع من كل المعارك دي منتصر، وكان بيعامل رعيته برحمة وإنصاف من غير ما يفرق ما بين واحد منهم سواء كان بسبب العرق أو بسبب الدين. وكمان المؤرخ الفرنسي كرينات بيقول عنه مراد كان واحد من أكبر رجال آل عثمان، ولو قيمناه كشخص وحاكم هنلاقيه أعلى مستوى من كل حكام أوروبا. إنسان كفرته الكنيسة وأعلنته عدو رسمي لعيسى، لكن كل المسيحيين اللي كانوا عايشين تحت حكمه شهدوا ليه بحسن المعاملة اللي أحيانا كانت بتكون أفضل من معاملة البابا ليهم. فيا ترى بايزيد ابن مراد هيعرف يكمل اللي بدأه أبوه، وهل هيعرف يكمل الفتوحات، وهل هيحافظ على المساحة المهولة اللي وصلت ليها الدولة العثمانية؟ بعد وفاة مراد الأول في معركة قوسو على غير المعتاد ما حصلش أزمة كبيرة على مين يتولى الحكم من بعده، لأن مراد قبل وفاته عين ابنه الكبير البكر بايزيد خليفة ليه مباشرة، وتمت مبايعته من الجنود والوزراء في ميدان الحرب، وبقى هو الخليفة العثماني الجديد وهو عنده 35 سنة. بايزيد كان بيتحرك دايما مع أبوه في كل مكان، اتعلم منه فنون الإدارة كويس، وكمان برضه اتعلم منه الشجاعة، لدرجة إن مراد لما لاحظ إن شجاعته بدأت تبان بشكل كويس وداه على إمارة كرميان عشان يكون هو الحاكم ليها، وده حصل في سنة 1381، وهناك أثبت جدارته بالفعل من خلال الإدارة بتاعته. ده غير كمان لقبوه باسم يلدرم ومعناها الصاعقة بالتركي، وده عشان سرعته في تنفيذ الخطط العسكرية. وبعد كده تمت مبايعته من الجنود والوزراء في ميدان الحرب، وبقى هو الخليفة العثماني الجديد زي ما قلنا وهو عنده 35 سنة. وأول حاجة عملها أول ما مسك الحكم للأسف إنه قتل أخوه الوحيد يعقوب. المؤرخين بيقولوا إن هو حاول يقتله عشان كان بينافسه على السلطة، وفي مؤرخين تانيين بيقولوا إن هو حاول يقتله عشان يمنع أي تنافس ممكن يحصل مستقبلا. المهم بشكل عام المبرر بتاع بايزيد الأول إن هو ما كانش عايز أي خلاف يحصل وأي زعزعة تحصل لاستقرار الدولة العثمانية حتى لو الموضوع كان معناه يقتل أخوه الوحيد. وبالخطوة اللي هو عملها دي نقدر نقول إن هو قضى على بذرة التقسيم اللي وارد تحصل في المستقبل، وبدأ يبص حواليه ويشوف أول تحدي قدامه وإزاي هيبدأ يتغلب عليه. أول حاجة عملها بعد الحرب إنه حاول يرضي الصرب شوية، أو بمعنى أصح يحاول إن هو يكسبهم، وده بعد ما انتصر عليهم في المعركة وخضعت الصرب بالكامل للدولة العثمانية، فما كانش قدامها أي مفر غير الاستسلام لبايزيد. وعشان كده هو اشتغل على النقطة دي بذكاء شديد جدا وساب ليهم الحكم الذاتي بالكامل، ولكن بشرط واحد بس، إن الحكم ده يكون تحت السيادة للدولة العثمانية، وكمان يدفعوا الجزية كل سنة. والأهم من كل ده إن بايزيد اشترط عليهم إنه لو احتاج جنود في أي وقت من الصرب هيلاقيهم موجودين، ولكنه قبل ما يمشي عين استيفان بن لازار عشان يكون حاكم للصرب مكانه. وكل الكلام ده عشان يضمن الولاء، وكمان عمل خطوة إضافية وهو إن اتجوز بنته، وبكده قدر يكسب أول داعم ليه في الحرب وفي أرض البلقان. بس زي ما عودناكم من أول السلسلة إن أي حاكم جديد للدولة العثمانية أول تحدي بيواجهه هو الأناضول اللي كانت ولا زالت تمثل عائق
كبير قدام كل الحكام في الدولة العثمانية. ولو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي إن مراد كان بيتبع معاهم سياسة ترك الأراضي المفتوحة في إيد حكامها على شكل إقطاعات عسكرية، بس للأسف الطريقة دي بمرور الوقت أثبتت إنها طريقة فاشلة وبشكل كبير، لأن الحكام دول كانوا بيستغلوا أي لحظة ضعف أو تغافل من الدولة العثمانية وبيسيطروا على الإمارة وبيعلنوا استقلالهم خلال فترة قصيرة. وده تقريبا اللي عمله عثمان المؤسس لما استغل لحظة ضعف الدولة السلجوقية وأعلن استقلال الدولة بتاعته، ومن هنا بدأت الدولة العثمانية. بايزيد كان عنده بعد نظر وعارف إن ده ما دام حصل مرة فممكن يحصل مرة والتانية والتالتة، فحاول في البداية إنه يستخدم السياسة بالأخص مع أكبر أعدائه في الأناضول وهو الأمير القرماني علاء الدين. علاء الدين ما كانش بس كاره الدولة العثمانية، ده كمان استغل فترة غيابهم عن الأناضول وكون حلفاء عشان يقدر يقف قدام الدولة العثمانية في أي صراع بعد كده، وكل ده بمساعدة الحلفاء دول لأنه كان عارف إنه لوحده مستحيل يقدر يقف قدامهم. وبالتالي بعد فترة سيطروا على بعض الأراضي اللي كانوا عايزينها. بايزيد أول ما شاف إن السياسة مش هتجيب نتيجة حضر جيش بمساعدة بعض القوى النصرانية التابعين ليه زي الصرب، وقرر يضم كل الإمارات الأناضولية اللي اتخذت من الدولة العثمانية. بمجرد ما أعلن بس إنه هيعمل كده في بعض الإمارات بالفعل تنازلوا أساسا عن الحكم زي أمير أيدين، ودخلت بعض الإمارات زي إمارة كرميان وصاروخان وحميدلي ومنتشة في الحكم العثماني. بس بايزيد على الرغم من اللي كان بيعمله إلا إن هو كمان كان عايز يوحد الأناضول بالكامل ويخليها تحت سيطرته. وعلى الناحية التانية الأمير القرماني علاء الدين كان زي الشوكة في ظهر العثمانيين، ويعتبر هو أكبر منافس ليهم، ويعتبر كمان منافس قوي جدا في الأناضول. وعلى الرغم من القوة بتاعته بس بايزيد كان أقوى منه بكتير، وقدر يسيطر على مدينة بيشهر ودخل على العاصمة وحاصرها. ولما النصر كان على بعد خطوات لصالح بايزيد فجأة الوضع اتقلب 180 درجة، وبعض حكام الإمارات اللي كان سيطر عليها سابقا بدأوا يعلنوا ثورتهم وتحالفهم مع علاء الدين، وإنهم هيقفوا قصاد الدولة العثمانية ومش هيسيبوا الأرض بتاعتهم مهما حصل. بايزيد أول ما فكر في الموضوع حكم عقل شوية وشاف إنه بالطريقة دي هيدخل حرب خسرانة من الأساس، وهيضطر إن هو يركز في أكتر من جبهة في نفس الوقت، فقرر يعمل معاهم معاهدة صلح واتفق إن هو هياخد كل الأراضي اللي ضمها ليه مؤخرا، ولكن في نفس الوقت علاء الدين هيستمر في حكم كل الأراضي اللي لسه تحت إيده. حاجة كده نقدر نسميها بفترة الاستعداد لكل واحد منهم، والاتنين كانوا عارفين ومتأكدين إن معاهدة الصلح دي مش هتستمر لفترة طويلة. وكمان في الحلقات اللي فاتت شفنا إزاي الحكام العثمانيين كانوا بيتدخلوا في شؤون الحكم البيزنطي، بس الموضوع زاد جدا في عهد بايزيد لما ساعد يوحنا السابع إن هو يدخل العاصمة البيزنطية وياخد الحكم كمان من جده يوحنا الخامس. وبعدها بنشوف يوحنا الخامس وهو بيهرب ومعاه ابنه مانويل، وهربوا لقلعة باب ذهب في سنة 1390. ومش بتعدي فترة طويلة وبنشوف يوحنا الخامس بيرجع من تاني وبيطالب بحكمه مرة تانية، وبيطلب المساعدة من بايزيد اللي لسه مساعد حفيده يوحنا السابع إن هو ياخد الحكم منه من الأساس. الموضوع بشكل مبدئي ممكن تحس إن هو غريب، ولكن الخلافة العثمانية بتدور على مصلحتها ومش مهم تكون مع مين. وبيوافق بايزيد على مساعدته، ولكن بيفرض عليه بعض الشروط، وأهم شرط فرضه عليه كان شرط الهيمنة، وإن هو يطلب منه يبعت ابنه مانويل ومعاه 100 جندي عشان ينضموا للجيش العثماني ويساعدوا في فتح المدينة. والمدينة دي كان اسمها الأشهر، واللي تعتبر آخر معاقل البيزنطيين في الأناضول. وعشان يوحنا كان مضطر فبيوافق وبيبعت مانويل ابنه يحارب تحت الراية العثمانية، وبعدها يوحنا الخامس بيقدر يرجع مرة تانية للحكم. وعشان مش مدي الأمان لبايزيد من الأول فحاول إن هو يرمم المدينة بالكامل ويبني أسوار عالية وقلاع جديدة حوالين القسطنطينية بالكامل ويأمنها أكتر وأكتر مما كانت مؤمنة من الأساس. وكمان عمل حاجة بعض المؤرخين بيقولوا إنها ذكية جدا، إنه حاول يستغل انشغال بايزيد في آسيا الصغرى عشان يعيد تشكيل العاصمة من تاني. ولكن في نفس الوقت طبعا بايزيد كانت بتوصل للأخبار أول بأول، وبيهدد يوحنا الخامس أكتر من مرة وبيطلب منه هدم كل القلاع اللي بناها. وكمان هدده وقال له إن أنت لو ما نفذتش اللي أنا طلبته منك هعزم ابنك مانويل. وعايزك هنا ما تستغربش، مانويل ابن يوحنا احنا في الأساس قلنا إنه كان بيحارب مع الدولة العثمانية، ولكن الحقيقة إن هو كان أسير ولكن بشكل شيك شوية زي ما بنقول. يوحنا الخامس كان راجل كبير في السن وما استحملش اللي بايزيد بيعمله فيه، فبيموت من القهرة سنة 1391 زي المؤرخين ما بيقولوا. ولما الأخبار بتوصل لابنه مانويل بيقدر بطريقة ما إن هو يهرب ويرجع تاني على القسطنطينية عشان يكون هو الحاكم الفعلي بعد أبوه مباشرة. بايزيد أول ما وصل له خبر الهروب حس إن الموضوع ده إهانة كبيرة ليه، وخرج بجيش كبير جدا ووصل بيه لحد العاصمة البيزنطية وحاصر الأسوار بتاعتها من كل حتة. مانويل كان فاهم وعارف كويس جدا إيه اللي ممكن يحصل لو هو فكر بس إنه يقاوم، وعشان كده خدها من قصرها وقبل بكل الشروط اللي طلبها بايزيد. والشرط الأول واللي بيتكرر كتير
وهو طبعا زيادة الجزية اللي هيدفعوها كل سنة. والشرط الثاني وهو إنشاء حي خاص للمسلمين في قلب العاصمة القسطنطينية، وإنشاء مسجد ومحكمة شرعية للمسلمين في قلب العاصمة. وأما بالنسبة للشرط الثالث فهو إرسال قوة عسكرية عثمانية عبارة عن 6000 جندي على طول الشاطئ الشمالي للقرن الذهبي. والشرط الرابع والأخير وإن هو يكون في فرقة بيزنطية عسكرية تحت أمر العثمانيين في أي وقت، ولو طلبوهم يحاربوا معاهم ينفذوا الأمر بدون أي نقاش. وبالشروط دي وبالاتفاق ده نقدر نقول إن بايزيد كسر شوكة البيزنطيين وحولهم لعرايس لعبة هو اللي بيتحكم فيهم زي ما هو عايز. وعلى الرغم من التقدم ده كله بايزيد كان وضعه في البلقان مش أفضل حاجة. أي نعم هو مسيطر على صربيا وهو بنفسه اللي مديهم كل الحكم الذاتي وبمزاجه، ولكن في نفس الوقت كان في جبهة واحدة هي اللي كانت بتقاوم التقدم العثماني في شرق أوروبا، وهي الجبهة البلجارية. بلجاريا كانت مستقوية بسيكسموند ملك المجر اللي كان مرعوب من الزحف العثماني وخايف يوصل لحد عنده، فعشان كده ساعدهم على قد ما يقدر. بايزيد أول ما حس إن في تآمر عليه فك الحصار مباشرة عن القسطنطينية وسابها وهجم على العاصمة تيرنوفو في بلجاريا وسيطر عليها تماما في سنة 1393. وبكده نقدر نقول إن هو أنهى أي تآمر أو مقاومة في الجبهة دي تماما. بس الملك سيكسموند في نفس الوقت زي ما قلنا كان مرعوب من الزحف العثماني، بالأخص إنه بيفصل ما بينه وما بين العثمانيين بلجاريا بس. وخلاص إحنا بنتكلم إن بايزيد سيطر عليها، وعشان كده أول ما شاف إن هو مش هيقدر يقاوم استنجد بأوروبا الغربية. ملوك أوروبا عرفوا إن الطريق للعثمانيين في قلب أوروبا هيبقى مفتوح لو المجر وقعت، فبدأ البابا بونيفاس يدعو الجيوش إنهم يوقفوا المد العثماني عند حده، وتكونت حملة صليبية جديدة مكونة من حوالي 130 ألف جندي من جميع أنحاء أوروبا، وبيتحركوا سنة 1396 في اتجاه نهر الدانوب بقيادة سيكسموند ملك المجر. بايزيد أول ما بتوصله الأخبار دي بيجهز جيش قوي جدا وبيخرج على رأسه، وبينضم ليهم فرقة عسكرية صربية على رأسها وكمان كان منضم معاهم استيفان ملك الصرب نفسه ومجموعة من الأمراء النصارى اللي خاضعين للحكم العثماني. وبتبدأ معركة قوية جدا في 25 أيلول سنة 1396 واللي اتعرفت فيما بعد باسم معركة نيقوبوليس. الطبيعي إن في الحالة اللي زي دي النصر يكون للصليبيين بسبب عددهم الكبير، بس المشكلة إنهم ما درسوش خصمهم كويس وما كانوش كمان عارفين تكتيك الحروب العثمانية، وعشان كده بايزيد استغل النقطة دي وحاصرهم من كل ناحية. والنتيجة إن في أكتر من 100 ألف جندي أوروبي إما مات أو غرق في ظهر الدانوب، وحوالي 20,000 هربوا ومنهم الملك سيكسموند كمان، وفي حوالي 10,000 جندي وقعوا أسرى في إيد العثمانيين. معركة نيقوبوليس تعتبر واحدة من أعظم الإنجازات اللي حققها بايزيد في حكمه، لأن بعدها على طول زحفه زاد في أوروبا اللي اعترفوا بعد كده بظهور دولة إسلامية جديدة وقوية جدا، وقدر إن هو يرسخ في عقول الأوروبيين إن فكرة طرد العثمانيين من أوروبا هي حلم ولا يمكن تحقيقه. ولكن بعدها بايزيد بيتفاجئ إن علاء الدين القرماني استنى العثمانيين يتسحلوا في حروبهم وهجم على أنقرة، وبكده يكون نقض الاتفاق اللي موجود ما بينهم ونقض المعاهده اللي قلنا في اول الحلقه ان الاتنين اساسا ما كانوش واثقين في بعض. فقرر بايزيد ان هو يخرج بنفسه عشان ينهي التمرد ده، وفعلا قابله في موقعه بيسموها المؤرخين آق جاي، وهناك نقدر نقول ان بايزيد مسح بجيش القرمانيين الارض واسر علاء الدين وولاده الاثنين محمد وعلي. وبعدها بايزيد بيقرر يرجع يحاصر القسطنطينيه زي ما سابها اول مره لما قلنا في اول الحلقه، بالاخص ان يوحنا السابع ما التزمش بالمعاهده اللي كانت موجوده ما بينهم، وكمان زودها وسافر على فرنسا عشان يطلب المدد ويقدر يتصدى للحصار. بس المرة دي ما قدرش بايزيد يعمل حاجة بسبب عدو جديد ظهر ليه وكان بيهدد الدولة العثمانية، والعدو ده هو تيمور لينك. خلونا نحكي القصة من البداية. بس مين هو تيمور لينك؟ وازاي كان بيهدد وجود الدولة العثمانية بالكامل؟ تيمور لينك هو فاتح مغولي ماشي على نهج جنكيز خان ومكمل في فتوحاته بشكل شره جدا. وبمناسبة ذكرنا للمغول في سلسلة بتتجهز بالتفصيل هناخد فيها قصة المغول من أول ما تم تأسيسهم لحد نهايتهم، فخليكم متابعين واشتركوا في القناة. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. تيمور لينك كان قائد مغولي وكان بيتوسع بشكل كبير، وعلى الناحية التانية عندنا برضه بايزيد بيتوسع وبيتوغل في أوروبا وبعض المدن الشرقية. التوتر اللي حصل ما بينهم كان وراه أسباب كتير جدا يطول شرحها، ولكن خلينا نحكي كام حاجة بسيطة منهم. بداية الاحتكاك الحقيقي حصل ما بينهم سنة 1394 لما تيمور لينك بعت رسل لحاكم مدينة سيواس وبيطلب منه صك عملة جديدة ويكون تابع ليه، ولكن فجأة وبدون أي مقدمات حاكم المدينة ذبح كل الرسل. المشكلة مش هنا، المشكلة الحقيقية إن بايزيد دعم اللي عمله ده وشجعه عليه، وبعدها مباشرة تيمور لينك بيهجم على المدينة وبيقتل الحاكم وبيعين نفسه حاكم جديد، ولكنه بعدها بفترة بسيطة بيهرب بسبب انقلاب أهل المدينة عليه ورفضهم لوجوده، وكمان طلبهم المتكرر إن بايزيد يلحقهم ويكون هو الحاكم الفعلي بدلا منه. وبالفعل بايزيد بينفذ رغبتهم، وفي سنة 1399 بيعين ابن سليمان حاكم على المدينة دي. وكمان بايزيد بيستغل وفاة السلطان برقوق وبيضم مدينة اسمها ملطية وبياخدها من المماليك، وبكده
يكون أفسد على نفسه فرصة قوية جدا للتحالف العثماني المملوكي ضد الخطر المغولي، وبسبب الحادثة دي بيخسر حليف قوي جدا في وقت صعب جدا وكمان حساس، لأن الأراضي العثمانية اتحولت لملجأ لأعداء تيمورلينك، وأراضي المغول اتحولت لملجأ لأعداء بايزيد. وفي نفس الوقت أي مكان تيمورلينك يضمه بقى يكسب ولاء الإمارات اللي فيه ويحرضوه على غزو الأناضول، وخصوصا الإمارات التركمانية. ولكن جس النبض الحقيقي للمؤرخين بيأكدوا عليه وهو حصل لما تيمورلينك هجم على مدينة اسمها سيواس وحاصرها 18 يوم لحد ما وقعت في ايده، وارتكب فيها ابشع انواع المذابح. وبسبب الاحداث المتتابعه اللي احنا بنتكلم فيها ترتب عليه ان كل محاولات الصلح ما بينهم فشلت، لان كل واحد فيهم ما كانش عنده اي استعداد يتنازل عن اي حاجه وصل لها. والمحصله ان احنا عارفينها، ما بقاش في اي مفر ما بينهم غير انهم يحاربوا بعض. وبالفعل في سنه 1402 بيجهز تيمورلينك جيشه ناحيه الاناضول عشان ينهي الحوار ده في ساحه المعركه، وهي معركه انقره. تيمورلينك استخدم اذكى انواع الخداع الاستراتيجي في المعركه دي. اولا استدرج الجيش العثماني عشان يطارده لمده 8 ايام في الصحراء تحت الشمس، كمان ردم كل الابار وسمم المياه وحول مجرى النهر، وكل ده عشان يحرم العثمانيين من الشرب قبل ما حتى يوصلوا لساحه المعركه. ومع قله الميه والمجهود اللي عملوه على ما وصلوا كانوا في حاله اعياء شديد وعطش شديد جدا. ومع بدايه المعركه بتحصل خيانه في الجيش العثماني، لان بعض قوات الولايات التركمانيه بيتحولوا لصفوف تيمورلينك وبيقاتلوا تحت رايه المغول ضد الدوله العثمانيه. حاول بايزيد اكتر من مره ان هو يوحد صفوفه ويرفع عزم القوه الانكشاريه والقوات الصربيه اللي كانت معاه، وحاربوا بمنتهى القوه والبساله. ولكن للاسف الشديد اتهزم الجيش العثماني هزيمه قاسيه. وبمناسبه ذكرنا الجيش الانكشاريه، فاحنا عاملين حلقه بالتفصيل بنتكلم فيها عن الانكشاريه وازاي كانوا سبب في قوه الدوله العثمانيه وازاي شوكه في ظهرها في نفس الوقت. ما تنسوش تشوفوها، هتعجبكم جدا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. احنا بنتكلم هنا عن السلطان بايزيد الاول وهو تحت الاسر، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدولة العثمانية بالكامل من يوم ما تم نشأتها. المهم إن التاريخ بيقول إن تيمورلينك عامل بايزيد بمنتهى الاحترام على الرغم من الرسائل المهينة اللي كانوا بيبعتوها لبعض من حين لآخر، وكمان أمر بنصب خيمة ليه هو والحاشية اللي معاه. ولكن في أحد الأيام بايزيد حاول يهرب، ولكن لما اتقبض عليه قرر تيمورلينك إن هو يعاقبه ويحبسه في غرفة مقفولة عليه بدون حتى شباك. واللي حصل مع بايزيد خلاه يدخل في حالة نفسية سيئة جدا. تيمورلينك كان متعاون معاه وحاول يعالجه وجاب له أفضل الأطباء اللي عنده وخلاهم يسهروا معاه ليل ونهار. بس للأسف الشديد بيموت بايزيد الأول سنة 1403 بعد سنة من هزيمته في معركة أنقرة. وأخيرا نقدر نقول إن بايزيد نجح في الامتحان وقدر إن هو يحافظ على اللي سابه والده وجدوده، ووسع الإمبراطورية وسط أحجار أساس لدولة مركزية قوية. أمر بتسجيل الأراضي والعقارات ووضع نظام ضريبي متطور، وخصص الوظائف الإدارية لجنوده وغلمائه عشان يضمن ولائهم. بايزيد الأول كان بيحلم ببناء دولة مركزية إسلامية قوية، ولكن المشروع ده سقط مؤقتا بعد معركة أنقرة. فيا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ سنة 1432 في أدرنة اتولد محمد الثاني. كان طفل متمرد جدا بيرفض يسمع الكلام لكل المعلمين بتوعه، لحد ما والده عين المعلم أحمد القراني وبدأ يستخدم معاه أسلوب الضرب، واللي في النهاية جاب نتيجة على غير المتوقع، وختم القرآن قبل ما يتم 8 سنين، وتعلم لغات كتير جدا منها الفارسية والعربية واليونانية واللاتينية كمان. وفي سنة 1444 بيتنازل السلطان مراد الثاني عن العرش لابنه محمد وهو لسه شاب صغير، والسبب إن هو كان عايز يعيش حياة زاهدة في عبادة تامة بعيدا عن حياة الحروب. محمد واجه صعوبات كتير في حياته، أهمها الخطر الصليبي من ناحية أوروبا وبعض المشاكل الداخلية ما بين الوزراء، والأيام بتعدي والخطر الصليبي بيزيد عليه أكتر وأكتر وهو مش عارف يتصرف إزاي. فبيقرر يستدعي والده لقيادة الجيش من تاني، ولكنه في البداية رفض، وعشان كده بعت له رسالة تدل على ذكائه الشديد وقال له فيها: إن كنت سلطانا فظاهر أن عليك محافظة البلاد والعباد، وإن لم تكن سلطانا فيجب عليك طاعة السلطان وامتثال أمره. وعشان كده بيرجع مراد الثاني وبينتصر في المعركة. وفي الوقت ده الانكشارية أعلنوا تمردهم على محمد الثاني بسبب تخفيض قيمة العملة. وبمناسبة الحديث عن الانكشارية عاملين حلقة بالتفصيل بنتكلم فيها عن الانكشارية وازاي رغم ان هم كانوا سبب في قوة الدولة العثمانية الا انهم في نفس الوقت كانوا شوكة في ظهرها. المهم بقى ان محمد الثاني لما شاف تمرد الانكشارية قرر ان هو يسيب البلد كلها ويسافر لولاية اسمها ماجنيسيا، ولكنه برضه شارك مع والده في معركة اسمها قوسو الثانية سنة 1448، ودي كانت أول تجربة حربية ليه وهو عنده 16 سنة بس. وبعدها اتجوز مكرمة خاتون وخلف منها ابنه الأول بايزيد الثاني. وما يمرش وقت كتير وبيتوفى السلطان مراد الثاني سنة 1451، وهنا محمد ما بيكونش قدامه أي خيار غير الصعود على قمة العرش مرة تانية، ولكن المرة دي بقلب شجاع وعقل ذكي وطموح كبير جدا. السلطان محمد في الوقت ده كان
عنده حوالي 20 سنة بس، وعشان يمنع أي مشاكل داخلية ممكن تحصل قرر إن هو يسيب خليل جندرلي في منصب الصدر الأعظم، على الرغم من إن الاتنين ما كانوش بيحبوا بعض وما كانوش على وفاق. ويقال كمان إنه قتل أخ رضيع ليه اسمه أحمد، بس الكلام ده مش مؤكد تاريخيا زي ما بيقول بعض المؤرخين. بشكل عام نقدر نقول إن ما كانش فيه آمال كبيرة عليه، بالأخص إن الانكشاريين ما كانوش على وفاق معاه كمان، بس عشان هو ذكي من أول ما مسك الحكم قرر ينفذ ليهم كل طلباتهم اللي عملوا ثورات عشانها في السنين الأخيرة. ومن ناحية تانية قرر إن هو يعزل بعض القادة الكبار، وبعدها بتبدأ المرحلة المفضلة عند السلاطين وهي مرحلة الفتوحات. آسيا الصغرى كانت تحت السيطرة العثمانية باستثناء قسم صغير جدا في بلاد القرمان وبعض المدن التانية، وأما الدولة البيزنطية فبقت مقتصرة على مدينة القسطنطينية وبعض المدن اللي حواليها. وبعدها بفترة لما السلطان محمد قدر يحقق بعض الاستقرار النسبي سواء في جيشه زي ما قلنا أو حتى سواء في الدولة، بيقرر إن هو يعيد فرض السيطرة على آسيا الصغرى من تاني. إبراهيم القرماني قدر يكسب تشجيع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين ال11 واستغل المرحلة الانتقالية اللي بتمر بيها الدولة العثمانية وهاجم الأراضي بتاعتها، وكان عاوز يكون تحالف مع بعض الإمارات التركمانية. والتحالف ده كان هدف إنهم يعملوا حملة عصيان، وهنا بيخرج محمد الثاني في حملة لتأديبه. ولما أصبح إبراهيم عاجز عن المقاومة طلب الصلح أخيرا وتنازل عن بعض المدن اللي أخدها، وعرض على السلطان محمد إن هو يشارك مع الجيش العثماني إذا طلبوا منه ده في أي وقت. وبكده نقدر نقول إن صفحة الأناضول اتقفلت تماما بسيطرة كاملة للعثمانيين وإنهاء أي حملات تمرد وعصيان ممكن تحصل بعد كده. طول السنين اللي فاتت كان في حلم بيراود المسلمين، وهو تحقيق نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية، لأنه زي ما قال في الحديث النبوي الشريف الصحيح: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك. مع العلم ان الخلفاء الراشدين والامويين وكمان العباسيين حاولوا وفشلوا، فمن لحظه توليه الحكم وهو مقرر يحقق النبوءه دي لاكتر من سبب، لانه بفتح القسطنطينيه هيحصل ربط ما بين اراضي الدوله العثمانيه في الاناضول وكمان في الرملي، وكمان بيزنطة تعتبر خطر كبير جدا على الدوله العثمانيه، والاهم من ده كله هو تحقيق بشاره الرسول عليه الصلاه والسلام نفسها. ولما نيجي نحط المكاسب دي كلها قدامنا ساعتها هتشوف ان مفيش اي مفر من اعداد حمله عسكريه ضخمه لفرض حصار جديد على القسطنطينية وفتحها. وعشان كده بيبدأ محمد الثاني في بناء قلعة على ساحل الرملي وبيقيم فيها هو والجيش بتاعه عشان يستعدوا للحصار. الإمبراطور البيزنطي أول ما وصلته الأخبار بعت ليه رسول وعرض عليه الاستجابة لأي مطالب هو هيطلبها. خليل الصدر الأعظم بيبدأ كمان يميل ناحية الهدنة وبيحاول يقنع محمد الثاني إن الأوروبيين مش هيسكتوا وهيعملوا حملة صليبية جديدة عليه. أما زاجنوس باشا معلم السلطان كان شايف إن الدولة المسيحية غرقانة في خلافاتها وده أفضل وقت وأفضل فرصة لفتح القسطنطينية. محمد الثاني كان متوافق مع رأي زاجنوس ورد على الرسول وقال له مش هنرضى غير بتسليم المدينة والخروج منها، وبعدها جهز جيش مكون من حوالي 200,000 جندي وعمل عليهم كماشة من كل اتجاه، ووصل قدام المدينة في 5 إبريل وبدأ الحصار من اليوم الثاني مباشرة، وأصدر أوامر بمحاوطة المدينة بالكامل بالجنود عشان يمنع الدخول وكمان الخروج منها. وورا الجنود أمر بنصب مدافع كبيرة وضخمة جدا تعتبر كانت الأضخم في الوقت ده، وأمر كمان بعض الفرق العسكرية إنهم يفتحوا كل القلاع المحيطة بالمدينة عشان يقطع عنهم أي فرصة لتقديم المساعدات. ومع الجيش الضخم ده كله كان في نفس الوقت أسطول عثماني بحري عبارة عن 100 إلى 150 قطعة بحرية، وهنا وقف السلطان العثماني قدام أسوار المدينة، ووفقا لقواعد الشرع الإسلامي بعت وزيره محمود باشا للإمبراطور يطلب منه تسليم المدينة حقنا للدماء ومنعا للقتل والحروب، ولكن الإمبراطور رفض وعرض دفع الجزية اللي قررها السلطان، ولكن السلطان بيبرأ ذمته قدام ربنا. وبيبدأ الهجوم في تاريخ 12 إبريل وبدأت المدافع تدوي في سماء القسطنطينية 6 أيام كاملة والمدافع شغالة مش بتبطل، بس في النهاية الهجوم ده ما كانش ليه أي نجاح يذكر. خليل باشا حاول يقنعه إن أوروبا هتتدخل وإن اللي بيحصل ده مش هيعدي بالساهل، ولكن برضه زاجنوس أقنعه إن فتح القسطنطينية أصبح على بعد خطوات بسيطة، وعشان كده بيكمل السلطان في ضرب المدينة وبشكل متواصل. ومع استمراره على ضرب أسوار المدينة بكل ما أوتي من قوة بيقرر بعدها إن هو يلعب عليهم لعبة حرب نفسية. البيزنطيين وقتها كانوا قافلين خليج القرن الذهبي بسلسلة حديد ضخمة تمنع أي سفينة تدخل، وهنا بيأمر السلطان بنقل السفن عن طريق اليابسة على جذوع خشب مدهونة بالزيت والشحم، والجنود شدوا السفن بالحبال. فكرة تبان مجنونة وغير منطقية ولكنها نجحت نجاح باهر، لأن الجنود البيزنطيين لما شافوا الأسطول العثماني وشافوا الضرب من كل اتجاه أرواحهم المعنوية انهارت تماما
ولما قربت أسوار المدينة تنهار بعت للإمبراطور رسالة تانية بيطلب منه تسليم المدينة مقابل السماح ليه ولأتباعه إنهم يروحوا المكان اللي يحتاجوه، ولكن الإمبراطور بيرفض. وساعتها بيقف عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين قدام الأسوار مستعدين يضحوا بأرواحهم مقابل الشهادة ومقابل تحقيق نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي 27 مايو بتبدأ المدافع تضرب من كل اتجاه لمدة 3 أيام متواصلة لحد ما أسوار المدينة بتنهار، وبيقدر الجنود العثمانيين في 29 مايو يدخلوا المدينة من خلال الفجوات اللي اتفتحت بعد ضرب المدافع. المشهد وهما بيخترقوا الجدار وشكل الفرق الانكشارية وهي بتدخل المدينة من فوق القلاع نشر الرعب في قلوب المدفعية البيزنطية اللي الإمبراطور قسطنطين بنفسه كان قائدهم، لدرجة إنهم سابوا كل حاجة وهربوا للأسوار الداخلية للمدينة. ولكن أثناء الهروب ده بيموت الإمبراطور قسطنطين، وهروبهم ده خلى الأسوار الداخلية بدون أي مدافع وبدون أي غطاء حماية، وده كان سهل المهمة كتير على الجنود العثمانيين. وبسبب الأحداث دي خلاهم يدخلوا من كل اتجاه لحد ما وصلوا لقلعة طوب كابي، وبمجرد ما وصلوا القلعة حطوا عليها العلم العثماني اللي من خلاله بيتم إعلان القسطنطينية دولة إسلامية لأول مرة في التاريخ. وأخيراً بتتحقق نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد حوالي 1125 سنة استمرت فيهم عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ودخل السلطان محمد الثاني المدينة هو ووزراءه وعلماء المسلمين ومشايخهم، وتغير اسمها بعد كده لإسطنبول. وفي اللحظة دي أطلق عليه المسلمين اسم محمد الفاتح، وأما بالنسبة لملوك أوروبا أطلقوا عليه اسم إمبراطور الروم. ولو أنت فاكر إن دي النهاية، أحب أقول لك إن دي أصلاً البداية، لأن فتح القسطنطينية هيكون مجرد حجر الزاوية لبناء إمبراطورية ضخمة في القارة الأوروبية، لأنه بعد الفتح مباشرة أمراء أوروبيين كتير قدموا فروض الطاعة ودفعوا الجزية خوفاً منهم من الاصطدام المباشر مع محمد الفاتح. ولكن محمد الفاتح ما بلعش الطعم، لأنه كان عارف كويس جداً إن أي فروض طاعة قدموها ما هي إلا محاولة منهم عشان يكسبوه مش أكتر، وفي المستقبل هينسوا الكلام ده كله ووارد جداً ينقلبوا عليه. وعشان كده قرر إن هو يكمل في الفتوحات بتاعته، والدور المرة دي كان على صربيا لأنها بتمتلك موقع استراتيجي قوي جدا في قلب ممتلكات العثمانيين، والأخطر إنها بتفصل ما بينهم والمجر، فبيخاف إن المجر تكون قاعدة أوروبية للهجوم عليه بعد كده، فبدأ إن هو يهاجم الصرب بجيشه. في البداية واجه مقاومة شديدة جدا من الحاكم برانكوفيتش، ولكن القوة العثمانية أجبرته على الاستسلام ودفع جزية ضخمة جدا تقدر بحوالي 30,000 دوكة. وفي صيف 1456 بيوصل محمد الفاتح للعاصمة بلجراد، وبعد ما بيوصل ليها بيحاصرها بجيشه، ولكن الحصار ما استمرش وحصلت معركة ما بينهم نتج عنها إصابة السلطان بجروح فانسحب بجيشه لأدرنا. وبعد ما وصلوا فضلوا مستنيين اللحظة المناسبة عشان يهجموا تاني، وبعد فترة بيموت برانكوفيتش والقائد المجري هونيادي. والأحداث المتتالية دي تسببت في فوضى ونزاعات بين الورثة على الحكم، وهنا محمد الفاتح بيبعت الصدر الأعظم محمود باشا في حملة ضخمة جدا، حملة نجحت في السيطرة الكاملة على بلاد الصرب باستثناء مدينة بلجراد، وأنهوا استقلال الصرب السياسي وحولوها لإحدى الولايات العثمانية. ولو فاكر إن دي النهاية، أحب أقول لك القصة لسه مكملة، لأن محمد الفاتح كمل وفتح بلاد كتير جدا زي بلاد المورا اللي هي اليونان حاليا، وبلاد الأفلاق والبغدان اللي هي رومانيا حاليا، وكمان البوسنة والهرسك وألبانيا وبعض الفتوحات الجديدة في آسيا الصغرى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر طرابزون وسينوب. نقدر نقول تاريخيا إن عصر محمد الفاتح عصر أقل ما يقال عنه إنه عصر ذهبي للدولة العثمانية، قدر من خلاله محمد الفاتح يوسع الرقعة بتاعتها داخل حدود أوروبا. كل الفتوحات دي زودت تحكم العثمانيين في المضائق البحرية في المنطقة، وأول ما نتكلم عن قوة بحرية ومضائق يبقى طبيعي هنتكلم عن الدولة البندقية، لأن الدولة دي وقتها كانت تقريبا بتتحكم في السيادة البحرية بالسيطرة على بلاد زي البوسنة، والعثمانيين بقوا جيران مباشرين للبندقية فشافوا إن اقتصادهم في خطر. بس المشكلة بالنسبة لهم هنا إنهم ما يقدروش يدخلوا في مواجهة مباشرة مع العثمانيين، لأن أساسا ما فيش أي مقارنة ما بينهم، فقرروا يستخدموا استراتيجية اسمها الجبهتين المتقابلتين. والاستراتيجية دي معناها إنهم بيحاربوا على جبهتين، جبهة في الشرق وجبهة في الغرب. الجبهة اللي في الشرق هتكون من خلال التحالف مع أوزون حسن زعيم الأقوينلو في الأناضول الشرقية، وأما الجبهة اللي في الغرب هتكون بمساعدة المجر وبعض الدول اللي هيشكلوا تحالف صليبي. وعشان يسندوا الجبهة الشرقية أكتر ساندوا زعيم الأق أوزون حسن بمدافع وخبراء أوروبيين عشان يواجهوا التطور العسكري العثماني، وبعدها بيحصل اشتباك ما بينهم وما بين العثمانيين، وطبعا النتيجة كانت انتصار ساحق للسلطان محمد الفاتح، وأوزون حسن بيهرب وبيسيب البلد كلها، وبكده يكون التحالف الغربي اللي في الشرق انتهى، وكده فاضل التحالف الغربي اللي موجود في الغرب. الجبهة الغربية كانت كده متدمرة
لأن البابا بيوس الثاني توفى وهو في طريقه عشان يقود الجيش، وحتى البابا اللي جه بعد منه كان مشغول في حروبه مع الهرطقة، فالبندقية اتحركت لوحدها من غير الدعم، والنتيجة كانت استيلاء العثمانيين على جزيرة أكريبوز سنة 1490، ودي تعتبر أهم مركز تجاري للبندقية. وتمر سنين والدولة العثمانية كل فترة تستولي على قطعة جديدة من أوروبا، وبمرور الوقت بتضيق الخناق عليهم أكتر، وتقريبا ما بقاش عندهم أي تحكم في الممرات البحرية. وبعد 16 سنة متواصلة من القتال، وتحديدا سنة 1479، الدولة العثمانية أجبرت البندقية على توقيع معاهدة صلح تعتبر هي الأقصى في التاريخ، واللي كانت بتنص على غرامة وجزية 100,000 دوكا، ودي سموها غرامة حرب، بالإضافة ل 10,000 جزية سنوية، ومعاهم كمان بعض الامتيازات التجارية، ده غير التنازل الكامل عن ألبانيا وجزيرة ليمنوس ومناطق كتير جدا في المورا اللي هي اليونان. وبيكمل السلطان اللي بدأه وبيفتح بلاد القرم وبيعلن السيادة على البحر الأسود، وبعدها بيقرر يتجه لإيطاليا اللي كانت في الوقت ده مليانة صراعات، وفي نفس الوقت بيقرر اقتحام جزيرة رودس، ولكنهم بيفشلوا في اقتحام الجزيرة وبينسحبوا، وده لما كان على بعد خطوات قليلة ويضم إيطاليا للدولة العثمانية. ولكنه في سنة 1481 بيتوفى محمد الفاتح، وهنا بيتوقف المد العثماني في إيطاليا وبتنسحب القوات من هناك. بس وفاته لحد دلوقتي زي ما بيقول المؤرخين عليها شوية خلافات. في بعض الروايات بتقول إن هو كان مريض بالنقرس، وده مرض وراثي في آل عثمان، ولما الألم اشتد عليه ادوله مسكن قوي وتوفى بسببه. وفي بعض الروايات التانية بتقول إن هو كان في بعض الصراعات المستمرة بداخل القصر، وإن حصل إن كان في تسميم أو إهمال طبي تسبب في وفاته بشكل متعمد، والأدوية اللي خدها كانت هي سبب تدهور حالته بسرعة. وفي كلام أبعد من كده كمان بيقول المؤرخين إن كان في مؤامرة وراها البنادقة، بس الرواية دي ضعيفة. وأيا كانت الحقيقة إيه، محمد الفاتح كان من أعظم السلاطين اللي حكموا الدولة العثمانية. وأيا كانت الحقيقة إيه، محمد الفاتح كان من أعظم السلاطين اللي حكموا الدولة العثمانية. وواحدة من أجمل القصص اللي اتحكت عنه إنه بعد ما فتح القسطنطينية اتجه لكنيسة آيا صوفيا، وكانت مليانة ناس مرعوبة منه، قساوسة ورهبان وناس عاديين كلهم مستخبيين وبيصلوا. وأول ما قرب من الباب في راهب فتح له. السلطان محمد أول ما شاف الرعب في عيونهم كلهم طلب منه يطمن الناس ويرجعوا لبيوتهم لأمان. الناس اطمنت، وبعض الرهبان اللي كانوا مستخبيين لما شافوا العفو ده خرجوا وأعلنوا إسلامهم. وبعدها أمر بتحويل آيا صوفيا المسجد عشان تقام فيه أول صلاة جمعة. ورغم كده ساب للنصارى حريتهم الدينية وحقهم في إدارة شؤونهم، واللي اتفرض عليهم وقتها كان بس الجزية. ورغم ده كله في بعض المؤرخين الغربيين حاولوا يشوهوا فتح القسطنطينية، أشهرهم المؤرخ الإنجليزي إدوارد ديكريسي اللي وصف محمد الفاتح ببعض الأوصاف السيئة بدافع الحقد. وكمان الموسوعة الأمريكية القديمة ادعت إن محمد الفاتح استرق نصارى المدينة وباعهم في أسواق العبيد، بس الحقيقة كانت غير كده تماما. التاريخ بيقول وبيأكد إن محمد الفاتح عامل أهل القسطنطينية برحمة، وأمر جنوده يحسنوا معاملة الأسرى، ودفع من ماله الخاص عشان يفتدي بعض الأسرى خصوصا أمراء اليونان وكمان رجال الدين. وقعد مع الأساقفة بنفسه وطمنهم إن عقيدتهم وكنائسهم وعبادتهم كلها في أمان. في مدينة طرابزون وعلى أطراف البحر الأسود اتولد طفل ما كانش حد متوقع إن اسمه هيبقى واحد من أعظم الأسماء في التاريخ. طفل اتربى وسط الحكم والسلاح والعلم في وقت كانت أوروبا فيه بتغلي من الحروب، الطفل ده كان بيتحضر له ان هو هيمسك عرش امبراطوريه بتكبر يوم بعد يوم. الطفل ده هو سليمان القانوني. سلطان ما كانش بس فاتح، لكنه كان صاحب عقل وقانون ورؤيه. في عهده الدوله العثمانيه وصلت لاقصى قوتها، لدرجه انها وصلت وسيطرت على نص العالم تقريبا. بس ورا العظمه دي في حكايات صعبه وقرارات قاسيه غيرت تاريخ الدوله للابد. الاحداث بتبدا لما السلطان سليم الاول واللي هو ابن السلطان بايزيد الثاني بيتوفى وهو سايب 6 من البنات وابن واحد بس. يعني الطريق للسلطه ما كانش فيه اي نزاع ما بين الاخوات زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. والابن الوحيد اللي بنتكلم عنه كان هو سليمان الاول، او زي ما هو معروف سليمان القانوني. وفي سنه 1520 بيمسك سليمان الاول الحكم وهو في سن صغير. الكل افتكر انه هيكون ضعيف او جبان ومش هيكون قد المسؤوليه الموكله ليه. في الفتره دي جان برد الغزالي حاكم بلاد الشام حاول ان هو يستغل فتره انتقال السلطه واعلن العصيان على الدوله العثمانيه، وكمان رفض مبايعه السلطان سليمان القانوني، وكمان اعلن التمرد، وحاول يعيد إحياء دولة المماليك كمان. ولقب نفسه بالملك الأشرف وأمر بالدعاء ليه على المنابر، وصك النقود باسمه وعمل حصار على حلب. وهنا سليمان كان في اختبار صعب جدا. لو سكت على التمرد ده الشام هتجر وراها بلاد تانية كتير، وعشان كده بيقرر ان هو يبعت جيشين بيفك الحصار اللي كان عمله الغزالي على حلب. وبعدها على طول اتحرك على دمشق وهزمه هناك في معركة المصطبة، وكمان قبضوا عليه وعدموه. ومن هنا بنشوف اننا قدام سلطان قوي اثبت للكل ان هو مش بس جاي يحافظ على اللي والده وجدوده
جنود سابوه، ده جاي يزود عليه أضعاف وأضعاف. بعدها سليمان كان عنده أكتر من تحدي، أولهم وأصعبهم هو الغرب، والعائق الوحيد ما بين وصول سليمان لقلب أوروبا كان المجر. القدر هنا بيخدم سليمان لما بعت ليهم رسول عثماني فقتلوه، وأعلنوا كمان إنهم بيلغوا كل الاتفاقات اللي كانوا عملوها ما بين الدولة العثمانية وما بين دولتهم، وده زود رغبته في فتحها وحضر جيش ضخم جدا، وقرر إن هو يهاجم قلعة بلجراد وحاصر القلعة من 3 جهات لمدة 3 شهور لحد ما استسلمت في 1521. وبكده بيكون حط رجل جديدة ليه في أوروبا. بس أوروبا كانت على جمر من نار، لأنها في الفترة دي كان في صراع دموي ما بين فرنسا بقيادة الملك الفرنسي فرانسوا الأول وشارل كان ملك إسبانيا. الصراع ده ببساطة نقدر نقول إنه عبارة عن صراع لفرض السيطرة والهيمنة، والاتنين كانوا عاوزين إيطاليا، وإيطاليا يعني البندقية وجنوة وميلانو، وزود كمان مقر البابوية. فأنت هنا قدامك أهمية اقتصادية هتخليك تتحكم في ممرات تجارية مرعبة، وضيف عليهم كمان أهمية دينية. الملك الفرنسي هنا بيبدأ التصعيد الفعلي سنة 1515 وبينجح ويسيطر على ميلانو، وبعدها بأقل من 6 سنين شاركلان هو كمان هجم على المدينة بدعم من البابوية وقدر ياخد ميلانو من الفرنسيين. وخلينا أقول لك إن البابوية اللي مقرها في إيطاليا كانت بتدعم إسبانيا، وشايفة إن التوسع الفرنسي ده بيهدد مصالح الكنيسة الكاثوليكية. بس ملك فرنسا ما استسلمش وقاد حملة جديدة بنفسه سنة 1525، والحملة دي انتهت بانتصار ساحق للملك شارل كان في معركة بافيا. ومش بس كده، ده كمان تم أسر الملك الفرنسي، ولو مش فاهم فدي حاجة مهينة جدا، وخلينا أضيف لك عليها كمان وأقول لك إنها أول مرة تحصل في تاريخ فرنسا بالكامل. وبعد ما تم أسره نقلوه على مدريد وأجبروه إن هو يوقع معاهدة مدريد سنة 1526. بنود المعاهدة دي كانت مهينة، فرضت عليهم شروط قاسية، منها تسليم ابنه للأسبان، وده عشان يضمنوا إن الاتفاق ده هيفضل ساري، وبعدها سابوه يرجع فرنسا وهو مذلول. وبالرغم من كده هو رفض يلتزم بشروط المعاهدة دي، ويعتبر إنها اتفرضت عليه وهو أسير. وده رجع الصراع ما بينه وما بين شارل كان اللي لا زال جيشه أقوى بكتير من جيش فرنسوا، وبالتالي مش هيقدر عليه لوحده، ومحتاج حليف قوي وغير تقليدي، كل ده عشان يساعده في كسر الهيمنة بتاعته. وفي الوقت ده نقدر نقول إن السلطان سليمان القانوني متمثلا في الدولة العثمانية كان في ذروة قوته، قدر إن هو يسيطر على مساحات مرعبة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وفرض نفوذه كمان على البلقان وشرق أوروبا. فرنسوا والأول مرة في التاريخ بيكسر كل العادات والتقاليد، وبيطلب التحالف ما بين دولة مسيحية وهي فرنسا وما بين دولة مسلمة وهي الدولة العثمانية، وتواصل مع السلطان سليمان القانوني، وأثناء المراسلات دي اعترف ليه بمكانته ولقبه بسلطان العالم، وكمان قال له إن فرنسا ما بقاش عندها أي أمل من أي دعم لأوروبا، وخلاص ما بقاش قدامه حل تاني غير الدولة العثمانية. وخلينا أقول لك إن التواصل ده أساسا حصل وهو لسه أسير عند أسبانيا، وكل الرسائل اللي فاتت دي كان بيبعتها له من خلال والدته. سليمان القانوني لما وصلت ليه الاستغاثة دي حس بمدى الذل والانكسار اللي وصل له ملك دولة كبيرة بحجم فرنسا، ووافق على دعمهم. وعلى فكرة هو ما وافقش عشان عدوهم بس مشترك، لكن كمان لأن شارل كان بينفذ هجمات متكررة على مناطق النفوذ العثماني، وده كان عامل مشكلة لسليمان القانوني شخصيا، والتحالف كان هدفه إنه ما يترجمش بحرب مباشرة أو إن سليمان بعت جيش يحارب مع فرنسا. التحالف اللي بنتكلم عليه كان هدفه إن هو يخنق شارل كان على قد ما يقدر ويدخله في صراعات كتير في نفس الوقت، عشان في نفس الوقت فرنسا يقدر يرتب أوراقه من أول وجديد ويعيد تشكيل صفوفه من تاني. سليمان قاد حملات كبيرة جدا ضد مملكة المجر، وحقق انتصار ساحق قدامهم في معركة موهاج سنة 1526، ودخل المجر تحت السيطرة العثمانية وفتح الطريق أكتر من ناحية أوروبا. وبعدها ب3 سنين بيوصل التهديد العثماني لأعلى نقطة ممكن يوصل لها لما حاصر فيينا سنة 1529، مع العلم إن ده كان أول حصار عثماني للدولة النمساوية. وعلى الرغم من إن الحصار فشل بسبب المقاومة الشديدة، إلا إنه كان تحذير للإمبراطورية الرومانية بإن اللي عمله سليمان القانوني قدر إن هو يشغل شارلكان، وبالتالي إدى فرصة لفرنسوا من خلالها يقدر يغير موازين الصراع الأوروبي ويرجع فرنسا تاني كقوة عظمى. ولكن بعد سنين طويلة من الحرب بيتعمل هدنة ما بين الدولة العثمانية وآل هابسبورغ، ودي الأسرة المتحكمة في النمسا وإسبانيا وأجزاء كتير من أوروبا، وشارل كان واحد منهم. بس خلينا نكون متفقين إن الصلح ده بيجي بعد ما سليمان أثبت لكل أوروبا إنه صاحب الصوت الأعلى وكمان الجيش الأقوى. وبعد ما استقرت أوضاعه على الجبهة الأوروبية قرر إن هو يبص تاني ناحية الشرق لتأديب الدولة الصفوية الشيعية. سليمان أثناء فترة انشغاله في أوروبا عرف إن في بعض الاتصالات السرية اللي
بتحصل ما بين الصفويين والمجر عشان يكونوا تعاون ضد العثمانيين، واللي يعتبر عدو مشترك ما بينهم هما الاثنين. كمان بعد سيطرة الصفويين على العراق سنة 1530 ده كان يعتبر تهديد واضح جدا وصريح لطرق التجارة العالمية ما بين الشرق وما بين أوروبا، لأن العراق كانت حلقة الوصل الرئيسية للطرق دي. وعشان كده سليمان بعت جيش ضخم جدا بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا، وقدروا يسيطروا على مدينة تبريز العاصمة الصفوية، والسيطرة دي حصلت بدون أي مقاومة. وبعدها بينضم السلطان سليمان للجيش، ولكن ما بيقدرش يكملوا زحفهم في إيران بسبب المناخ، وعشان كده بيغيروا الوجهة لبغداد، واللي كانت الهدف الأكبر والأساسي بالنسبة ليهم. وفي نوفمبر سنة 1534 بيدخل سليمان القانوني لبغداد في استقبال وترحيب كبير جدا من السكان، خصوصا بعد الاضطهاد المذهبي اللي شافوه من الحكام الصفويين. ولو انت مكمل لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك، فبفكرك تاني اشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان ده اكبر دعم ممكن تقدمه للقناة وبيساعدنا نطور المحتوى اكتر. المهم نرجع لموضوعنا. سليمان القانوني ما اكتفاش بالهجوم البري الساحق اللي بسببه قدر يسيطر على معظم اراضي اوروبا، ولكنه كمان حس بخطر شديد جدا من الاسطول الاسباني اللي كان منتشر في البحر المتوسط. والاسطول ده كان بيهدد مصالح الدولة العثمانية في ليبيا وتونس والجزائر وكمان المغرب، عشان كده بيقرر ان هو يوجه انظاره ناحية الاسطول العثماني وناحية البحر المتوسط. وفي الوقت ده كان بارز اسم اخوين بحارة قلبوا كل الموازين في البحر المتوسط، وهم عروش بربروسا واخوه خضر اللي اتعرف بعد كده باسم خير الدين بربروسا. الاخوين دول ما كانوش مجرد قراصنة، ولكن كانوا قوة بحرية حقيقية غيرت شكل الصراع بالكامل، وخلت الدولة العثمانية تبقى سيد البحر في زمن كانت فيه اوروبا كلها بترتعد من الاساطيل. وكان عندهم سمعة قوية جدا في البحر المتوسط، حرروا الاسرى وهاجموا القراصنة ولبوا نداء كل اللي بيشتكي من الظلم. واكبر مثال على كده هي الجزائر اللي كانت بتواجه ضغوط اسبانية قوية جدا، وعشان كده الاخوين دخلوا معركة قوية جدا مع الاسطول الاسباني استشهد فيها عروج، ومن بعدها بيكمل خير الدين المسيرة وبيتولى حكم الجزائر بعد ما انتصروا في المعركة. والكلام ده للعلم كان في عهد السلطان سليم الاول. المهم خير الدين بربروسا كان عارف كويس ان الاسبان والبرتغال مش هيسكتوا وهيرجعوا يهاجموا بشكل اقوى واسرع من اللي فات، وكمان بيتعرض لضغط كبير جدا من السكان اللي طلبوا خضوع الجزائر للحكم العثماني بشكل رسمي. وفعلا في سنة 1519 بيعلنوا دخولهم للسيادة العثمانية وبيطلبوا كمان الحماية، وبيوافق السلطان سليم الأول وبيمنح خير الدين بربروسا رتبة اسمها بايلربيك، وكمان بعت للجزائر قوات انكشارية عشان يعلن وجود عثماني رسمي هناك. وبمناسبة ذكرنا للانكشارية هتلاقوا حلقة على القناة بالتفصيل بنتكلم فيها عن جيش الانكشارية من أول ما تم تأسيسه لحد النهاية والتفكك بتاعه. المهم نرجع لموضوعنا. اللي فات ده كان مخلي سليمان القانوني يثق فيه، لأن الثقة دي كانت مستمدة من والده، ناهيك كمان عن الخبرة والمهارة اللي موجودة عنده. والأهم من كل اللي فات ده كان ولاء الآلاف من البحارة اللي شغالين معاه. وفعلا في سنة 1543 بينطلق الأسطول العثماني بقيادة خير الدين بربروسا من اسطنبول. الأسطول ده كان مكون من 150 سفينة وحوالي 30 ألف جندي، وفي وقت قياسي بيحقق نجاحات كبيرة جدا على السواحل الإيطالية، وقدروا إنهم يسيطروا على مدينة ميسينا وكمان مدينة ريجيو، واتحركوا بعد كده ناحية فرنسا. وطبعا زي ما اتكلمنا وقلنا ان فرنسا بقيادة فرنسوا كانوا عاملين تحالف كبير جدا مع الدولة العثمانية، وعشان كده الفرنسيين استقبلوا الاسطول العثماني استقبال الفاتحين. وكمان فرنسوا امر الاسطول الفرنسي ان هو يكون تحت قيادة بربروسا. مشهد عجيب يبين لك مدى القوة اللي وصلت ليها الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني. التحالف البحري اللي بنتكلم عنه ده حول الاسطول العثماني لجيش لا يقهر، وقدروا انهم يحاصروا مدينة نيس، وبعد اسابيع بيسيطروا عليها كمان. واختيار المدينة دي للعلم ما كانش مجرد اختيار عشوائي، كان في ما بينها وما بين اسبانيا مصالح كتير جدا. وبعد لفة محترمة في اوروبا بيدخل فصل الشتاء، وبيقضي الاسطول العثماني الشتاء كله في ميناء طولون الفرنسية. وخلينا اقول لك كمان ان المدينة باللي فيها كانوا خاضعين للإدارة العثمانية، لدرجة ان الاذان كان بيترفع هناك وبيتجمع ضرائب من السكان عشان يقدروا يغطوا نفقات الجيش بتاعهم. بيخلص فصل الشتاء من هنا وبيكمل الاسطول هجماته على السواحل الاسبانية، خصوصا على جزيرة اسمها جزيرة سردينيا. كل اللي فات ده على قد ما كان بيصب في مصلحة العثمانيين، على قد برضه ما كان بينفع فرنسا اكتر. والاهم من كده انهم قدروا يقفوا قصاد اسبانيا بمساعدة الحليف الاقوى في اوروبا، وساعتها كان سليمان القانوني. الاسطول العثماني بقيادة خير الدين بربروسا كان مرعب لدرجة انهم كانوا بيخلصوا المعارك في اوروبا ويرجعوا على شمال افريقيا، ويادوب يسيطروا على شمال افريقيا يرجعوا تاني على اوروبا. بربروسا كان واثق في اسطوله ثقة عمياء، قدر يقنع السلطان بالسيطرة على بعض المدن، واهم المدن دي كانت تونس.
لأن تونس قريبة جدا من إيطاليا وكمان بين الجزائر وطرابلس. سليمان القانوني للعلم كان بيثق فيه كمان، عشان كده وافق وخرج خير الدين بربروسة بحملة بحرية عثمانية ضخمة، ونجح بالفعل إن هو يدخل تونس وخلع الأسرة الحفصية المالكة وأعلن انضمام تونس للسيادة العثمانية. وبعد ما ضم الجزائر وتونس للسيادة العثمانية كده ما كانش ناقص غير طرابلس بس. طرابلس كانت خاضعة للأسبان تقريبا من سنة 1510 واستمرت فوق ال40 سنة تحت الحكم الأسباني، لحد ما في سنة 1551 وبعد المقاومة الشعبية والاستغاثة بالعثمانيين بيوصل الأسطول العثماني ليهم بقيادة يوسف سنان باشا وبيحرر طرابلس وبيعلنها كواحدة من الولايات العثمانية بشكل رسمي. لو جينا نبص على المحصلة هنلاقي فتوحات عظيمة جدا في أوروبا وسيطرة على البحر المتوسط، حتى الشرق الأوسط كمان قدر سليمان إن هو ينهي كل التمردات فيه، وكمان حالات العصيان اللي حصلت سواء من الدولة الصفوية أو حتى في الشام ومصر. وعشان كده كل المؤرخين أطلقوا على الفترة دي باسم العصر الذهبي للدولة العثمانية. بس خليني أقول لك إن العصر الذهبي ده كان فيه برضه جانب مظلم، لأن بعض المصادر بتقول إن السلطان قتل أولاده وكمان أحفاده، والحكاية بتبدأ بإعدامه لابنه الكبير وولي عهده مصطفى، وده حصل في 6 نوفمبر سنة 1553. والغريب إنه ما كانش فيه محاكمة أو حتى أسباب واضحة للكل، بس يقال إن مصطفى حاول إن هو يعمل انقلاب على والده، ويقال كمان إن كان في تخابر سري ما بينه وما بين الدولة الصفوية. وبعض الروايات بتتهم خرم سلطان واللي هي زوجة سليمان إن هي اللي دبرت المؤامرة، وكمان قالت إن مصطفى بيحاول ينقلب على الأب عشان يخلص من ابنه وتبقى الفرصة قدام ولادها هي بس المأساة الحقيقية مش هنا. المأساة حصلت بعد 6 سنين من مقتل مصطفى. حصل صراع علني ما بين الأخوين سليم الثاني وبيزيد على ولاية العهد في حياة أبوهم، ووصل الصراع ده لمعركة ما بينهم اسمها معركة قونية، وفي النهاية بينتصر سليم الثاني على بيزيد، وبيهرب بيزيد هو وزوجته أولاده الأربعة القزوين اللي كانت عاصمة الدولة الصفوية، وهناك بيطلب الحماية من الشاه. وهنا الشاه بيستغل الموقف وبيساوم الدولة العثمانية لمدة 1.5 سنة على بيزيد وأسرته، وفي النهاية بياخد 400,000 دوقية ذهب وبيسلمها. وبعد كده بيتم إعدام بيزيد بسبب اللي عمله، بس المرعب أكتر إنه ما اتعدمش لوحده، اتعدم هو وأولاده الأربعة اللي هم أساساً أحفاد السلطان سليمان القانوني. وكان تبرير السلطان للي حصل ده إن هو كده بيحاول يحمي الدولة من الفتنة المستقبلية، خصوصاً إن الأولاد دول لما يكبروا ممكن يطالبوا بدم أبوهم. لو جينا نبص على الموضوع من نظرة تانية هنلاقي إن سليمان القانوني كان عنده قدرة مرعبة على الفصل ما بين المشاعر وعقل السلطنة واستقرار الدولة، وبالنسبة ليه كان فوق كل عاطفة. كمان للعلم سليمان نشأ في بيئة عسكرية صلبة جدا ما فيهاش أي نوع من أنواع العطف والحنان، والأهم من كل ده إن أبوه يبقى سليم الأول اللي مشهور إنه واحد من أكتر السلاطين قسوة، قتل إخواته ورفع السلاح في وش أبوه بيزيد الثاني. عشان كده سليمان شرب القسوة دي من أبوه وشاف إنها الحل الوحيد عشان يحافظ بيها على وحدة الإمبراطورية. وبيكمل سليمان القانوني فتوحاته، وفي صيف سنة 1566 ساب اسطنبول لآخر مرة في حياته وخرج يحارب آل هابسبورج في جنوب المجر. المشكلة إنه كان تعبان ومش قادر يركب الحصان، فجنوده شالوه لحد ما وصلوا لحصن سقطوار، وهناك بدأت آخر معركة ليه. وفي سبتمبر 1566 مات جوه خيمته قبل ما يسمع خبر النصر ده، وده خلى وزيره يخبي خبر وفاته حوالي 48 يوم كاملين، وكل ده عشان الجيش يكمل الحرب من غير ما معنوياته تقع. وعشان يحافظوا على الجثمان بتاعه اتشالت أحشائه واتدفنت في مكان موته، وأما بالنسبة للجسد فاتحنط وفضل يتنقل مع الجيش لحد ما وصلوا بلجراد. وهناك بعد ما اتأكدوا إن الحكم استقر أعلنوا أخيرا خبر الوفاة بشكل رسمي، واتدفن في مسجد السليمانية في اسطنبول. سليمان القانوني ما كانش مجرد سلطان بيحارب وبيفتح بلاد بس، ده كان مثقف على أعلى مستوى كمان، كان شاعر وليه ديوان شعر كبير وكمان خطاط وكمان بيفهم في الأحجار الكريمة. بالإضافة لكل ده إلا إنه كان بيعرف لغات شرقية كتير أهمها العربي. وأما بالنسبة لمسماه القانوني لأنه هو اللي جمع ونظم القوانين العثمانية وكمان طبقها بعدل على الناس من غير ما يفرق ما بين كبير أو صغير. الجيش في عهد سليمان القانوني وصل لحوالي 350 ألف جندي نظامي، غير الأسطول البحري اللي كان حوالي 300 سفينة حربية، يعني قوة برية وبحرية تخوف أوروبا بالكامل. ضيف على كل اللي فات ده التسامح الديني، المسيحيين واليهود كانوا بيمارسوا عباداتهم بحرية تامة في الدولة العثمانية، اللي في نفس الوقت ده كانت أوروبا بتحرق وتعدم الناس بسبب بس اختلاف المذهب. وبالمناسبة لو انت حابب تعرف تفاصيل عن أوروبا في الفترة دي فممكن تشوف حلقة العصور الوسطى اللي هتغير تفكيرك بالكامل عن أوروبا. المهم بقى إن سليمان القانوني الغرب
سماه سليمان العظيم. المؤرخين كمان اتفقوا انه كان مهذب رحيم كريم وكمان عادل، بالاضافه كمان الى ان شعبه كان بيحبه حب حقيقي. كان لما بيمشي للجامع يوم الجمعه الناس كلها كانت بتسكت احتراما ليه، وهو كان بيحييهم بانحنائه. بس في نفس الوقت سليمان القانوني اخطا سلطه مطلقه، ولكنه ما كانش طاغي اعمى. وبالرغم من كل حاجه التاريخ بيجمع على انه كان واحد من اعظم السلاطين في الدوله العثمانيه واقوى حكام عصره بلا اي منازع. وموت سليمان القانوني كان نهايه العصر الذهبي الحقيقي للدوله العثمانيه. في 31 اغسطس سنه 1876 بيتم مبايعه السلطان عبد الحميد الثاني خليفه للدوله العثمانيه بعد اخوه مراد الخامس. الدوله العثمانيه في الفتره دي كانت بتمر بمشاكل كتير جدا داخليه وخارجيه، أزمة في الاقتصاد وأزمة في التعليم وكمان أزمات دبلوماسية، والبداية كانت في البلقان. وفي نفس السنة اللي بيتولى فيها الحكم بتحصل ثورات في بلاد البوسنة والهرسك بدعم من سكان الجبل الأسود والصرب. السلطان بيقدر ينهي كل الثورات اللي هناك، وكمان سمع للناس وعرف كل طلباتهم ونفذ كمان جزء كبير منها، زي مثلا المساواة في الضرائب ما بين المسلمين والنصارى. لكن ده ما كانش كفاية بالنسبة ليهم ورجعت الثورات مرة تانية. وده هيدل ان الثورة اللي بيعملوها مش عشان بس تتحقق طلباتهم، الحكاية كلها انهم كانوا عاوزين يتدخلوا في شؤون الدولة بشكل مباشر وغير مباشر في نفس الوقت. وفي نفس الوقت حصلت ثورة في البلجار بدعم من النمسا والدول الأوروبية وبالخصوص روسيا، ولتاني مرة بتقدر الدولة العثمانية تنهي الثورة هناك. بس بعدها أوروبا بتنشر شائعات عن المجازر اللي ارتكبها العثمانيين ضد النصارى، وبالإشاعات دي بيقدروا يحركوا الرأي العام الأوروبي ضد الدولة العثمانية. ولو جينا بصينا على الأهداف الحقيقية ورا كل ده هنلاقي إن روسيا كانت عاوزة توسع حدودها من ناحية البلجار، والنمسا كمان عايزة توسع حدودها من ناحية البوسنة والهرسك. عشان كده هم اللي كانوا بيدعموا كل الثورات دي، ولكن بشكل خفي من غير ما حد يعرف. المشكلة الحقيقية اللي ممكن نتكلم عليها كانت في روسيا، لأن روسيا من أيام بطرس الأكبر وهم عينيهم على الأراضي العثمانية. ولو رجعنا لوصية بطرس الأكبر هنلاقي في الفقرة 9 بيقول فيها: من يملك القسطنطينية فقد ملك العالم. فروسيا قررت ان الحرب هي الحل الوحيد اللي ممكن تلجأ له، وقدرت تضم حلفاء كتير منها رومانيا، واستولوا على مناطق عثمانية زي مدينة تيرينو. هجمات الروس كانت في كل ناحية، لكنها واجهت تصدي عثماني قوي جدا. عشان كده بيغير الروس من التكتيك بتاعهم، وبدل ما يدخلوا حرب مباشرة قرروا يتبعوا سياسة الحصار، ومنعوا وصول الامدادات للجيش العثماني في بلفنا. وكمان القيصر الروسي بنفسه بينضم للمعركة، وبينضم معاه كمان امير رومانيا اللي معاه 100,000 مقاتل. وبكده الكفة العسكرية للروس كانت أقوى بكتير، لأنها تجاوزت 150,000 مقاتل مقابل 50,000 مقاتل بس من العثمانيين. وفي أواخر 1877 بيستسلم الجيش العثماني، وبيسيطر الروس على صوفيا عاصمة بلغاريا حاليا، وبيتحركوا بعد كده ناحية القسطنطينية واللي هي اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. الجيش العثماني في الفترة دي مش بيقدر يوقفهم، وبيكملوا في طريقهم وبيقربوا أكتر وأكتر، لدرجة إنهم كانوا على مسافة 50 كيلومتر بس منها. وعلى الناحية التانية وتحديدا في الجانب الآسيوي بيوصل الروس للأناضول وبيسيطروا على بعض المناطق هناك. كل هزائم العثمانيين في أوروبا وآسيا أجبرتهم إنهم يدخلوا في هدنة مع الروس في 3 مارس سنة 1878، وبيتم توقيع معاهدة اسمها سان ستيفانو. المعاهدة دي بيوصفها المؤرخين إنها من أكتر المعاهدات مهانة في تاريخ الدولة العثمانية، لأنها من ضمن شروطها مثلا استقلال الجبل الأسود واستقلال الصرب وكمان استقلال رومانيا، بالإضافة كمان إلزام الدولة العثمانية بدفع 250 مليون ليرة ذهب. وبكده نقدر نقول إن أملاك الدولة العثمانية في أوروبا اتفتتت بالكامل. السلطان عبد الحميد ما كانش راضي بالمعاهدة دي، وقدر بسبب ذكائه السياسي إن هو يقنع بريطانيا إنها تقف جنبه، لأن بريطانيا في الوقت ده كانت قوة عظمى كبيرة، وفي الوقت ده الروس كمان بيعملوا لها ألف حساب. وكمان أوروبا في نفس الوقت كانت خايفة جدا من الزحف الروسي، لأن بالشكل ده تعتبر سيطرت على شرق أوروبا بالكامل. فبيتعمل مؤتمر في برلين سنة 1878. مؤتمر برلين الظاهر بتاعه إن اتعمل عشان بريطانيا وأوروبا يقفوا مع الدولة العثمانية، مع العلم إن المؤتمر ده عدل في بنود سان ستيفانو، زي مثلا إنه تم تشكيل ولاية في جنوب البلقان واسمها الروملي، وقرروا إنها هتكون تحت السيادة العثمانية سياسيا وكمان عسكريا. لكن البداية الحقيقية لنهاية الدولة العثمانية، لأن أساسا ما كانش فيه تفاوض. الدولة العثمانية كانت داخلة المؤتمر وهي مهزومة ومفلسة وشبه معزولة سياسيا وكمان عسكريا. فاللي حصل إن دول أوروبا اجتمعوا وقرروا مجموعة من القرارات. الدولة العثمانية ما كانش ليها حق ولا عندها قدرة حتى تعترض على القرارات دي. يعني نقدر نقول ببساطة إن اللي حصل كان إعادة رسم لخريطة الأراضي العثمانية بدون أي سلطة ليهم في إعادة الرسم وبدون أي تدخل. وبكده نقدر نقول إن الدولة العثمانية خسرت أراضي البلقان بالكامل، وبكده مش متبقي ليها غير حاجتين:
حاجتين، وهما الأناضول اللي هي تركيا وكمان شمال أفريقيا. بس بعد مؤتمر برلين الدولة العثمانية أراضيها بقت عبارة عن الأناضول والمتبقي من شمال أفريقيا وهم مصر وتونس وليبيا. وبيقول بعض المؤرخين إن في كواليس المؤتمر ده بسمارك مستشار الإمبراطورية الألمانية عرض على بعض الدول الأوروبية تقسيم الأراضي العثمانية، مثلا بريطانيا تاخد مصر وفرنسا تاخد تونس والشام والنمسا تاخد البوسنة والهرسك، وأما بالنسبة لروسيا فهي هتاخد البوسفور والدردنيل. وعلى الرغم من إن التقسيم ده ما كانش موجود ضمن بنود المؤتمر إلا إننا بنشوفه بيحصل بعد كده على أرض الواقع، لأنه في سنة 1881 تونس بتحتلها فرنسا بدون أي مقاومة عثمانية تذكر، وبعدها بسنة واحدة بس بريطانيا كمان بتحتل مصر، وفي سنة 1911 إيطاليا بتحتل آخر ولاية عثمانية في شمال أفريقيا وهي ليبيا. ولو أنت وصلت لحد هنا انزل اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان ده أكبر دعم ممكن تقدمه للمحتوى بتاعنا. المهم نرجع لموضوعنا. الحقيقة إن السلطان عبد الحميد الثاني ما كانش شخص ضعيف ولا موافق على اللي بيحصل. الفكرة كلها ببساطة إنه مبقاش مدعوم سياسيا أو اقتصاديا عشان يقدر يوافق أو حتى يعترض، وعشان كده من أول يوم ليه في الحكم وهو بينادي بفكرة الجامعة الإسلامية وبيتكلم عن ضرورة تدعيم الإخوة الإسلامية ما بين المسلمين في كل العالم، سواء في الهند أو الصين أو في شمال أو وسط أفريقيا أو حتى في إيران. عبد الحميد الثاني من خلال الجامعة الإسلامية كان عاوز يواجه أعداء الإسلام اللي الفكر الغربي سيطر عليهم وقدروا يوصلوا لمناصب إدارية عالية جدا في الدولة العثمانية، وكمان كان عاوز يوقف الدول الاستعمارية زي أوروبا وروسيا عند حدها، وكان عنده أمل كبير إن المسلمين ممكن يكونوا قوة سياسية عالمية واحدة ويقدروا من خلال القوة دي إنهم يتصدوا للغزو الثقافي والفكر الأوروبي النصراني. وبعد ما كل ده يحصل هتقدر الدولة العثمانية تستعيد قوتها وهتجهز نفسها تاني بأحدث الأجهزة العلمية الحديثة في كل المجالات. وبيقول المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي إن السلطان عبد الحميد كان عاوز يجمع مسلمين العالم كلهم تحت راية واحدة، وكان عاوز يعمل هجوم مضاد ضد العالم الغربي بالكامل اللي استهدف عالم المسلمين، وعشان السبب ده بيقرر انه يستخدم كل الكروت المتاحه قدامه، وبيقدر يضم اصوات كتير من الدعاة المشهورين لفكرته ومنهم طبعا جمال الدين الافغاني. وكان عاوز اللغه العربيه تكون هي اللغه الرسميه للدوله العثمانيه، بس للاسف محدش كان بيأيده في الكلام ده، لحد ما بيقرر ينفذ واحدة من أهم مشاريع الجامعة الإسلامية وهو خط السكة الحديد. السلطان عبد الحميد كان شايف إن أراضي الدولة العثمانية متقسمة لمناطق كتير، كل منطقة بعيدة عن التانية والسفر ليها بياخد أسابيع أحيانا، عشان كده كان مهتم يعمل خطوط سكك حديد يقدر من خلالها يربط أراضي الدولة العثمانية بالكامل. وطبعا لما يعمل خط السكة الحديد ده هيحقق فكرة الجامعة الإسلامية اللي هو بيطمح ليها، وكمان ده بيساعد في الدفاع عن الأراضي البعيدة عن العاصمة اسطنبول، لأن القطر هيسرع وصول القوات العثمانية لكل الجهات لما يكون صراع على أي جهة منهم. وفي سنة 1900 بيبدأ المشروع، وأول محطة فيه بتكون محطة الأخضر اللي على بعد 760 كيلومتر جنوب دمشق، وبينتهي في أغسطس سنة 1908 عند المدينة المنورة، مع العلم إنه كان مفروض يمتد لحد مكة، ولكن شريف مكة الحسين بن علي بيوقف المشروع بسبب خوفه من الدولة العثمانية. وبعدها بيصطدم السلطان عبد الحميد الثاني بحاجة ما كانش عامل حسابها وهي اليهود. اليهود ما كانش ليهم وطن، كانوا مشتتين في كل حتة في العالم. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني بنشوف زعيم الحركة اليهودية الصهيونية العالمية تيودور هرتزل بيلف على كل دول أوروبا ياخد منهم تأييد بشأن المسألة اليهودية وبشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وطبعا فلسطين في الوقت ده كانت تحت السيادة العثمانية، بس هرتزل كان ذكي وكان عارف ان الدولة العثمانية غرقانة في الديون والازمات الاقتصادية، فكان عارف كويس ان هيدخل للسلطان عبد الحميد الثاني ازاي. فبيروح اسطنبول وبيقابل السلطان عبد الحميد وبيعرض عليه المشروع، ولكن السلطان عبد الحميد طبيعي بيرفض. وهنا هرتزل بيلجأ لحيلة ذكية جدا كتبها في مذكراته، وهي ان اليهود هيملكوا الاراضي بدون اي عنف، والطريقة دي من خلال تشجيع الفقراء من السكان الاصليين على النزوح للبلاد اللي جنبهم. وتمليك الاراضي هيتم من خلال عملاء سريين للشركة اليهودية اللي هتتولى بيع الاراضي لليهود بعد كده، والشركة دي على فكرة مش هتبيع غير لليهود بس. وعلى الرغم من ان السلطان كان رافض باي شكل من الاشكال المشروع ده واعلنها صراحة اكتر من مرة، الا انه للاسف هرتزل هو اللي كلامه بيتحقق في النهاية، وهي دي الطريقة اللي قدروا من خلالها يسيطروا على الارض. رفضه ده هيزود المشاكل اكتر، وكتب بيه نهايته ونهاية الدولة العثمانية زي ما المؤرخين بيقولوا. وفي سنة 1889 مجموعة من طلاب المدرسة العسكرية الطبية في اسطنبول أسسوا منظمة اسمها الاتحاد والترقي. المنظمة دي اتعملت في الأساس عشان تضغط على السلطان العثماني ويرجع الدستور تاني، والدستور ده هو لغاه لأنه كان شايفه بيهدد الخلافة وبيضم نواب من العرب واليونان والبلجار، فمن ناحية تانية برضه بيهدد القومية وكمان بيهدد الاستقلال. وفي النهاية بينجحوا في المخطط وبيجبروا السلطان على إعادة إعلان الدستور في 24 يوليو سنة 1908. بس مع الوقت المنظمة دي بيظهر وشها الحقيقي،
الوش اللي كله عداء للدين وتمجيد للعرق التركي باعتبار الأتراك أصل الحضارة. وبنشوف صراع كبير جدا ما بين السلطان وما بين الاتحاد والترقي المدعومين من المحافل الماسونية والصهيونية وكل الدول الغربية. بس لو جينا نقيم الوضع هتلاقي انه على الرغم من اللي عملوه الا انهم ما كانش عندهم القوه الكافيه لعزل السلطان بسبب الولاء الشعبي وكمان الولاء العسكري ليه، وكانوا عايزين الشعب نفسه هو اللي ينقلب عليه. وفي 31 مارس 1909 بيحصل مشاكل كتير جدا وفوضى في اسطنبول اتعرفت باسم حادث 31 مارت، وقالوا ان السلطان هو السبب في ده، وكل ده بتخطيط صهيوني واوروبي عشان لما الاتحاد والترقي يتحركوا ناحيه قصر الخلافه يكونوا مدعومين من الشعب كمان. وعلى الرغم من ان افكارهم علمانيه معاديه للاسلام الا انهم استخدموا الخطاب الديني لخداع الناس وانقلابهم على السلطان، زي كلامهم عن السلطان وانه حرق المصاحف وكان مسرف ومضيع فلوس الدوله وكمان بيعمل مذابح، لحد ما للاسف المخطط بتاعهم بينجح. وبمنتهى الاهانه بيبعت الاتحاد والترقي لجنه مكونه من 4 اشخاص لابلاغ السلطان بخلعه. ولك ان تتخيل معايا ان ال4 دول ما فيهمش ولا واحد بيمثل الامه الاسلاميه، لدرجه ان كان في واحد فيهم اسمه ايمانويل كراسو. السلطان لما شافه سأل اللي حواليه باستنكار وقال اليهودي ده بيعمل ايه في مقر الخلافة؟ وفي النهاية بيتم عزل السلطان عبد الحميد الثاني من خلافة الدولة العثمانية. وعلى فكرة لو جيت تدور ورا أصل الجمعية دي هتلاقي اليهود ليهم دور كبير جدا في اللي وصلوا ليه، وحصلوا منهم على دعم بلا حدود، وكل ده كان غرضه تفتيت الدولة العثمانية من الداخل. والدليل على كده إنه بمجرد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني بنشوف الصهاينة بيقدموا طلب للاتحاد والترقي إنهم يعترفوا بفلسطين كوطن قومي لليهود. وبعد عزله بيتولى اخوه محمد رشاد الحكم، ولكن طبعا السلطه في الوقت ده كانت في ايد جمعيه الاتحاد والترقي، وتمر الايام وتحصل الضربه القاضيه اللي كانت سبب في نهايه الدوله العثمانيه زي ما المؤرخين بيقولوا. الضربه القاضيه دي كانت الحرب العالميه الاولى، وبمناسبه ذكرنا الحرب العالميه الاولى تقدر تشوف الحلقه دي واللي من خلالها هتعرف ان الحرب العالميه الاولى بحجمها بدات بسبب ساندوتش. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. في الحرب العالمية الأولى تركيا دخلت الحرب مع ألمانيا في حين إن العرب انحازوا للإنجليز، والنهاية طبعا زي ما احنا عارفين كانت هزيمة ألمانيا في الحرب، وده معناه هزيمة تركيا هي كمان، وللأسف اتاخد منها أراضي كتير جدا. بس بعد الهزيمة دي بتتعمل اتفاقية سايكس بيكو اللي قسمت المشرق العربي، وبعدها كمان بنشوف وعد بلفورد اللي من خلاله بيتم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ووسط كل الدوشة والكوارث والحاجات دي كلها بنبدأ نشوف بطل جديد بيظهر على الساحة، والبطل ده بيظهر بروح المجدد والغازي اللي هيتخلص من الاستعمار، وهو مصطفى كمال اتاتورك. اتاتورك ظهر كمنقذ بيغير على الدين ومن القرآن، وكل غرضه يطرد الاحتلال من الدولة. وبعد كده بيحصل تأييد من الشعب، وكله بيقول هيبة الخلافة هترجع من تاني في عهد اتاتورك، والدولة العثمانية هترجع من تاني، لحد ما فعلا بيوصل للحكم. ومن اللحظة دي بنشوفه على حياته. سنة 1923 بيتم إعلان الجمهورية التركية، واتاتورك بيكون الرئيس الفعلي من اللحظة دي، وساعتها بنشوف شخص تاني خالص. وفي 3 مارس سنة 1924 بيعلن اتاتورك إلغاء الخلافة العثمانية رسميا، وبيوصفها انها ورم من القرون الوسطى، وبيوقع على معاهدة لوزان اللي بتلزم اتاتورك بإلغاء الخلافة وقطع صلة الإسلام بتركيا، وكمان طرد الخليفة من البلد ومصادرة كل فلوسه، وإنشاء دستور مدني بدل الدستور القديم. اتاتورك مش بس لغى الخلافة، اتاتورك لغى الهوية الإسلامية بالكامل، صفى وزارة الأوقاف وقفل المساجد وبدل الشريعة الإسلامية بالقانون السويسري، وغير التقويم الهجري واستبدل الحروف العربية كمان باللاتينية. بالإضافة إلى كل اللي فات إلى إنه كمان منع تدريس اللغة العربية ومنع الحجاب وفرض القبعة الأوروبية بالقوة، وكمان لغى القوامة وشجع الحفلات والرقص، وأمر بترجمة القرآن للغة التركية وفرض الأذان كمان باللغة التركية. اتاتورك رسخ كل أفكاره ومبادئه ال6 في الدستور بتاعه، وهي القومية والجمهورية والشعبية والعلمانية والثورة، وأخيرا عندنا سلطة الدولة. وبكده بيكون أنهى وجود الدولة العثمانية بالكامل وقضى على الخلافة الإسلامية فيها. نهاية حزينة جدا لا تليق بالخلافة العثمانية، الخلافة اللي كانت في يوم من الأيام بتخوف أوروبا بالكامل وبترسم شكل العالم، وقفت في الآخر عاجزة قدام مؤامرة من بره وخيانات من جوه. الدولة العثمانية ماتت بالبطيء، ماتت من لحظة وفاة سليمان القانوني، وده اللي بيقوله مؤرخين كتير على فكرة. شفنا بعد كده حدوده بتنقص وقرارات كتير بتتفرض وهوية بتتشال منها روحها واحدة واحدة. انت فعليا مش عارف المشكلة فين ولا فين، من ضعف السلاطين ولا من الأزمات الداخلية ولا من المؤامرات الأوروبية ولا من المخططات الصهيونية. هل رفض عبد الحميد الثاني إقامة وطن قومي لليهود كان هو السبب في نهاية الدولة العثمانية؟ هل لو كان وافق كانت النتيجة هتتغير؟ هل نهاية الدولة العثمانية كانت نهاية حتمية؟
أسئلة كتير جدا ومفيش ولا إجابة منهم هتكون هي الحقيقة، بس الحاجة الوحيدة اللي مستحيل نختلف عليها إننا قدام واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ، والله أعلم لو كانت لسه موجودة دلوقتي كان إيه اللي هيحصل في العالم. وبكده نكون انتهينا من السلسلة دي اللي غطينا فيها بالتفصيل كل ما يخص الدولة العثمانية من أول ما تم تأسيسها لحد انهيارها. وعشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول انزل اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو.